بسم الله. فيديو هيبقى ان شاء الله عن الاكس اس اس بافكارها ان شاء الله كلها هيبقى ملمومه في مكان واحد في فيديو واحد، يعني عشان ميبقاش متقطع. تمام، نبدا بسم الله باللابات اللي انا كنت كاتبها اوريدي قبل كده. فيها حاجات سريعه كده عايزين نتكلم عنها. تمام، بسم الله. اول حاجه عندك فكره السيرش. تمام، اول ما بتبدا تتست في ابلكيشن او حاجه، اول حاجه بتقع عليها هي السيرش انجن بتاعهم، السيرش اللي هم بيستخدموه. تمام. احنا اللي احنا هنطبقه على السيرش بنطبقه في اي مكان بنحط فيه انبوت وبيتعرض في الموقع، اذا كان بقى في النيم بتاعي، في الكومنت، في بوست، في ايا يكن، في مسج مثلا وبنبعت رسائل، ايميلات، الكلام ده كله. اي حاجه بقدر احط فيها انبوت وبيرفلكت في مكان تاني، بيتعرض في مكان تاني، لازم اتسته من حته الاكسس اس. اول حاجه انا بكتب كلمه يونيك، يعني كلمه مش هلاقيها في السورس كود. عمرك مثلا ما هتلاقي اسمك في السورس كود لو كتبت اسمك مثلا ثنائي مثلا ولا حاجه. فانت تحاول تحط حاجه مميزه مش موجوده في السورس كود. لو انا كتبت كلمه فليكس بس، لا، ممكن الاقيها في السورس كود بسبب السي اس اس فيها حاجه اسمها الفليكس يعني. تمام، فانت بتحاول تتغاضى عن اي حاجه ممكن يبقى فيها تشابه. فانا بكتب مثلا اليوزر نيم بتاعي في اللي هو موجود على فيسبوك وتويتر وهاكر وان وكده. تمام، وبحط جنبه الحاجات اللي انا محتاجها. طب احنا واحنا بنعمل تعالى كده نفتح الكود. واحنا بنعمل اكس اس اس بنكون محتاجين ايه؟ بنكون محتاجين ايه؟ سنجل كود، دبل كود، اوبننج، كلوزنج تاجز. تمام، دي اول حاجه او اهم حاجات احنا بنحتاجها مبدئيا كده في البدايه. ماشي. طب نبدا الاول نبص عليهم نشوف ايه بيتقبل وايه لا في الانبوت اللي أنا او المكان اللي انا بقدر اكتب فيه انبوتس ده. ماشي، هكذا هبعت السري. طبعا هي اتحطت، بس انا مش فارق معايا اللي هنا، انا مش فارق معايا اللي بيظهر لي، انا عايز اشوف السورس كود نفسه. فهفتح السورس كود وببدا اسيرش، بعمل كنترول اف وبسيرش على الكلمه اللي انا كاتبها. تمام، وببدا امشي، لانك ممكن تلاقيها في اكتر من مكان، مش شرط تلاقيها في مكان واحد بس. انا مثلا في الكيس بتاعتنا هنا هي موجوده في مكان واحد بس، اللي هي المكان اللي اتطبعت فيه. بس لو انت زي ما انت واخد بالك معمول لها اللي هي السنجل كود مش معمول لها انكودنج، فدي تمام. خلاص انا كده مش هعرف استخدمها هنا. تمام، لان احنا جوه التاج، محتاج اكون جوه اتريبيوت او حاجه هتبان قدام، فمش مفيده بالنسبه لي. اللي هيبقى مفيد بالنسبه لي كان الاوبننج والكلوزنج تاجز. تمام، هما برضو ممنوعين او معمول لهم انكودنج بال HTML، وده الحل الامثل للاكس اس اس، يعني انك تعمل HTML انكودنج للاوتبوت او للحاجه اللي انت هتعملها برنت في الموقع عندك وجايه من اليوزر. تمام، دي اول حاجه. بسم الله، نبدا نفكر. طب هل كده دي معناها ان هي مش vulnerable؟ لا، في حاجه كمان بنحتاج نبص عليها مهمه جدا، وهي الويب سايت تكنولوجيز. هو شغال بايه؟ لو انت هتاخد بالك مثلا في السطر اللي فوق اللي هو في الهيد هنا، عندك مثلا ان هو الويب سايت ده بيشتغل بالانجلر. ماشي، وبسبب مثلا خبرتك في الانجلر ومعرفتك ان الانجلر دي ممكن تبقى vulnerable بالاكس اس اس، او ممكن تساعدك على انك تجيب اكس اس اس في ويب سايتس، تبدا تسيرش. لو انت مش عارف المعلومه دي مش هتسيرش ومش هتعرف تجيب الفايندنج اللي زي دي. تمام، فاحنا مثلا اول حاجه بنبدا نعملها ايه؟ انا لقيت ان في انجلر، ببدا اعرف الفيرجن بتاعها. لو مش مكتوب في اللينك بتفتح الكود نفسه وبتلاقيه في الاول خالص مكتوب انجلر جي اس والفيرجن بتاعها. فانا هاخد الفيرجن، هاخد الكلمه كده احطها فوق، وبعد كده اخد الفيرجن بتاعها واكتب اكس اس اس بيلود. انا مش محتاج احفظ البيلودز بتاعتها. انا لو انا عارف وفاهم ان في هنا حاجه، او ممكن يبقى في هنا بوتنشال كده انها تبقى فيها اكس اس اس او بج، ببدا اسيرش على جوجل من غير ما اتعب نفسي، ان هي الحاجات اللي زي دي بتبقى فيكسد، لان طبعا عامله زي السي في ايز كده، فاهم؟ بتختلف من فيرجن لتاني. تمام، احنا طبعا لقينا اهو. تعالى نسيرش على الفيرجن اللي كان معانا 1115. تمام، اهو مثلا ده هنا في بيلود موجود اهو، ممكن اخده واستخدمه. تمام، هو عامه انت بتاخد بالك من الفيرجنز، لان ممكن تلاقي الفيرجن بتاعك انكلودد بين تو فيرجنز. يعني مثلا هنا لو انا كتبت 1.1.4 المفروض ما يظهرليش، لان هو جوه دول. تمام، يعني جوه الرينج بتاع الفيرجنز ده. تمام. تمام، تعالى ناخد اول حاجه نجرب البيلود ده. البيلود فكرته ايه عامه؟ اللي انت اي مكان هتقدر تحط فيه تحط فيه البيلود ده بتاع الانجلر. تعالى كده، الانجلر ده لو بتطبعه في مكان او في ايا يكن المكان ايه، بس المكان ده متعرف للانجلر، هيكسكيوت اليرت. تمام. طب يعني ايه متعرف للانجلر؟ يعني لازم يكون في كلمه انج اب دي اهي كده، لازم يكون في كلمه انج اب. يعني المكان اللي هتحطه فيه لازم يكون هو عليه كلمه
ان جي اب، اللي هي زي اختصار لانجلر يعني. تمام. ان جي اب دي طبعا بما ان هو ابلكيشن بيستخدم الانجلر، فهتلاقيها في كذا مكان، هتلاقيها في اماكن كتير جدا. تمام. فالموضوع ده يعني مش هيبقى مشكله لو الابلكيشن بيستخدم الانجلر، وهتلاقي لها مكان. لو مش موجوده مثلا ممكن تبدا تضيفها لو انت عندك السماحيه ان انت تضيف تاجز وكده. ان ممكن تلاقي ان انت مسموح لك تضيف تاجز بس مش كله. يعني مثلا ممكن تعرف تضيف الديف تاجز. تمام. الديف مش مضر بالنسبه لهم في حاجه، عمره ما هيبقى مضر. بس يبقى مضر امتى؟ لو الابلكيشن مثلا شغال انجلر، فانت تبدا تعمل ايه؟ تكتب ان جي اب بالشكل ده وتحط البيلود بتاع الانجلر جواه، هيتقبل منك لان هو مش شايف ان هو مضر. تمام. في نفس الوقت هتقدر تكسكيوت الاليرت. تمام. فاحنا هناخد البيلود بتاعنا ونروح على الانبوت، نحط البيلود ونعمل سيرش، عمل لنا اليرت فعلا ب اللي هي ال1. تمام. دي فكره اول حاجه فيهم، اول بج اللي هي الاكس اس اس. عامه ده بيبقى شكله اهو، مش انكود لاي حاجه. والدنيا تمام يعني. ماشي. دي فكره اول جزء فيها، اللي هي حته ان انت مش شرط تكتب بالاوبننج والكلوزنج تاجز والسنجل والدبل كود لو الابلكيشن بيستخدم لايبراري او تكنيكس او تكنولوجيز يعني فيها مشاكل. ماشي. دي حاجه. تعال نلوجن كده ونشوف في ايه جوه. يلا يا عم. هو واقف ليه؟ تمام. ايه ده؟ مش مشغل الداتابيز. معلش. ما باد. اظن كده المفروض يروح. تمام. دي فكرتها ان هي كومنتس، عامة هي مربوطة بالجزء بتاع الايدور تقريبا والسي اس ار اف عامة يعني. ده نعتبره كمكان بنحط فيه بوست. تمام. بنكتب فيه بوستات. لو نزلنا تحت خالص نيجي مثلا بتكتب الكومنت او البوست بتاعك مع لينك. ماشي. مع اللينك اللي انت المفروض حاطه بيكون ليك حاجه خاصه بيك او كده، بيتضاف مع اليوزر نيم بتاعك. بتحصل كتير قوي في ويب سايت بتاعت البلوجز وكده. تمام. الموضوع ده مهم يعني ناخد بالنا منه. انا مثلا هكتب كلمه فليكس. ماشي. زيرو جاك زي ما قلنا قبل كده. واحط هنا مثلا حاجه شبه كده google.com. ماشي. بس انا وانا بتست اليو ار ال بيبقى شكلها مختلف شويه. ليه؟ هو بياخد منك اليو ار الز كده وبيحطها جوه التاج. جوه ايه؟ جوه الاي تاج اللي هو الاي تاج ده. ماشي. طب انا لو عايز اتست حاجه زي دي، ببدا الاول حاجه انا عن نفسي بعمل ايه؟ ببدا اضيف الجافا سكريبت. يعني ببدا اضيف جافا سكريبت اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي شبه دي كده. جافا سكريبت اليرت كده. تمام. ليه بقى بضيفها؟ لان هو لو ضافها في الاي تاج فانا كده قدرت اكسكيوت اكس اس على الموقع ده. ببدا مثلا اول حاجه بضيفها وببعت الريكوست بتاعي. اعمل كومنت. لو نزلنا تحت خالص هلاقي ان فليكس دول جاكيت ضافت. لو جيت احط الماوس على الجست دي هتلاقي ان اللي انت كاتبه ما اتضافش. لو جيت هنا مثلا هو المفروض فيه هنا حاجه اللي انت كتبته ما اتضافش، ده معناه ان هو قفشها، ان هنا في مشكله او هنا في بوتنشالي باج او حاجه، فهو شال الجافا سكريبت انت كنت كاتبها دي. ماشي. دي حاجه. نسيرش بقى زي ما قلنا على كده على الفليكس زيرو جاك، مكتوبه في انهي مكان؟ مش مكتوبه بس غير في الكومنت. تمام. طب احنا عندنا هنا كيس او احتماليه ان احنا نجيب اكس اس من اللينك. طب ابدا اتستها ازاي؟ نفس الفكره. ببدا لو انت عندك اديت على البوست تبدا تعمل اديت، بس انا هنا نسيت اضيف زرار الاديت يعني، فهنعمل بوست جديد مش هيفرق. هقول له مثلا تي دبليو او مثلا فليكس زيرو جاك، نحط الحاجات اللي احنا قلنا عليها عشان نتست تاني. وهبدا اتست بطريقه مختلفه شويه. ببدا اعمل ايه؟ ببدا احط لينك عادي، بس بحط قبل اللينك او قبل كلمه HTTP اي كاركتر. انا فعلا بحط اكس اف سي اي حاجه. ليه بقى؟ عشان تبقى عايز ابريك السنتكس او مش ابريك السنتكس، افهم الفلتر شغال ازاي. هل الفلتر ده بيدور على اول جزء؟ يعني بيروح يشوف اول اربع حروف او خمس حروف، يشوف هل هي كلمه HTTP او HTTPS، ولا هو بيدور عليها عامه لازم يلاقيها؟ طب لو انا حطيت الاكس دي في الاول هيحصل ايه؟ المفروض لو هو بيتست على اول اربع حروف هيطلع له اول اربع حروف ايه؟ اتش تي بي كده. تمام. فلما يجي تيست عليها ويقول لك هل دي بتساوي اتش تي بي، هيقول له لا، فساعتها مش هيرضى ياخد اللينك بتاعي. نفس الفكره لو بياخد اول خمس حروف، لو اقول له اتش تي بي اكس اتش تي بي هل هي اتش بي اس، المفروض هيقول له لا، فساعتها هيعمل ايه؟ هيعمل لي برده بلوك، مش هيرضى ياخد اللينك. تمام. طب افرض هو خد اللينك بتاعي، لو قبل اللينك بالشكل ده، ده معناه ان هو بيدور على كلمه HTTP او HTTPS عامه. مش هيفرق معاه بقى انت ضايفها فين، اهم حاجه بالنسبه له ان هو يلاقيها. فاهم الفكره؟
دي جزئيه مهمه برضه انت تاخد بالك منها، او عامه دي فكره طريقه تفكيري في التست بتاعها يعني. فانا هبدا اعمل زي ما قلت، هاخد اللينك الاولاني هنا وهضيفه في المكان ده ونشوف هيحصل ايه معانا. نبدا ننزل. ماشي، حط كلمه فليكس، ما اتضافتش. ماشي، تعالى نجرب تاني بس من غير ما نحط اي حاجه هنا، من غير ما نضيف اي حاجه في المكان ده. تمام، تعالى نتست تاني، نقول بسم الله. تمام، اتضافت اهي فعلا. هو كان بس عشان هنا في فلتر على السنجل والدبل كودز والكلام ده. اتضافت فعلا، واهو لو جينا فتحنا السورس كود بتاعها لقيت ان هو ضاف لي كلمه الاكس وبعد كده اتش تي تي بي. افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان هو ما بيتستش على اول حروف، لا هو بيشوف الكلمه دي موجوده في السترنج ده كله ولا لا. يعني انا لو رحت ناقلها حاططها هنا هيقبله برضو. تمام، ففي الحاله دي انا اقدر اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقدر اضيف اللي هو عايزه زي ما قلنا قبل كده، الكلمه اللي هو عايزها كده مثلا. وبعد كده طبعا هو المفروض ممكن يكون بيتست على دول كمان، فانت بتضيفها يعني كامله. ممكن حتى تضيف ويب سايت، اي ويب سايت كده شكله وخلاص. وتيجي قبليها تضيف البيلود بتاعك اللي هو جافا سكريبت كده alert، وتعمل دبل سلاش. طب السلاش دي بتعمل ايه؟ بتعمل كومنت في الجافا سكريبت. دلوقتي باي حاجه بعد النقطه دي هو بالنسبه له جافا سكريبت، ده كله جافا سكريبت. فلو انا جيت في الجافا سكريبت كتبت مثلا alert وبعد كده عملت كومنت للحاجه اللي بعديه دي، عادي هتمشي مفيش اي مشاكل، حتى لو هي لينك او ايا يكن، بس انا عامل لها كومنت فملهاش لازمه. فهو دلوقتي الفانكشن بتاعت الويب سايت ده هتشتغل ازاي؟ هتروح تعمل ايه؟ تشوف كلمه اتش تي بي دي موجوده هي والسلاش اللي وراها، يقول لك موجوده اهي، خلاص ده لينك يا عم، اقبله وحطه عندي في الموقع. تمام، نفس الفكره لو انت عاملها اتش تي بي اس. نبدا نضيف البيلود بتاعنا ونحط هنا مثلا كلمه اكس اس او حاجه، ونكومنت وننزل تحت نشوف فعلا الاكس اس كلمه اتحطت، والبيلود بتاعنا اتحط كمان اهو، اتضاف فعلا. تعالى ناخده كده نضيفه هنا، اتضاف اهو عادي فعلا من غير اي مشاكل. ده المفروض لو جيت دوست على كلمه جست دلوقتي يعمل اليرت بالزيرو. ماشي، تعالى نجرب كده، ندوس على كلمه جست، ندوس استنى بقى كده نشوف ايه المشكله دي. تقريبا كان لازم نعمل كومنت اسف اند لاين. طب تعالى نتاكد كده من حاجه، لو شلنا الكلمه دي وسبناها هيحصل حاجه؟ تعالى كده نشوف. لا فيها مشكله. طب تعالى نجربها على الفايرفوكس نتاكد من الموضوع ده، لان احتماليات ان يكون كروم هو اللي منعها دي كبيره جدا، البراوزر نفسه مش الابلكيشن. تمام، تعالى ننزل تحت خالص، بسم الله. برضه نفس الفكره. تعالى نشيلها ونشوف هيحصل ايه كده. تعالى نسمي بسم الله. يا لهوي على الغباء، المفروض انا كاتبها غلط اصلا، جافا وحاطط هنا فيك زياده، المفروض هي تبقى جافا سكريبت بالشكل ده. دي غلطه مني انا، ماشي، مش غلطه من البراوزر. ماشي، نبدا اكس اس 2 ونبعت ريكوست. المفروض كده تشتغل، يعني المفروض كده تشتغل. لو دوست عليها فعلا عمل لي اليرت زيرو. لو جينا بصينا عليها هي نفس الحاجه، بس انا بس كنت ضايف حرف زياده، جافا سكريبت اليرت، وعملت كومنت لللينك وهو اصلا بيتشيك على اللينك ده، فهو لقاه وخلاص عدت عليه جدا. بتاع على فكره موجوده كتير الافكار دي، الفكره دي بالذات موجوده في كذا حاجه، خصوصا لو الويب سايت بيعمل لك ريدايركت بعد اللوجن او كده. لو مثلا لقيت الويب سايت فيه حاجه اسمها حاجه شبه كده يو ار ال، وهو مثلا بيحولك على لينك زي جوجل او حاجه. طب انت مثلا تجرب تضيف اكس في الاول، لو لقيته اتضاف تبدا تجرب تكتب الجافا سكريبت بتاعتك بالشكل ده وتعمل كومنت اللي وراها وهكذا. تمام، دي فكره مهمه جدا لازم تكون عارفها، لانها موجوده في كذا مكان، اذا كان بيديك الاتاحه انك تضيف لينك، او لو في اوبن ريدايركت او حاجه. ماشي، دي الفكره التانية. بسم الله. في كمان في هنا فكره، لو خدت بالك هو هنا في صفحه عاديه ستاتيك خالص، بس في هاشنج فوق. انا مش فارق معايا الكلام ده كله، يعني سيبك من الملاحظات اللي باخدها في الاول. انا اللي بعمل ايه دلوقتي؟ بقرا السورس كود. يعني انا لو حد متعود على قرايه السورس كود، هبدا اقرا السورس كود بتاع الابلكيشن ده من حيث الجافا سكريبت. يعني ابص على الجافا سكريبت بصه كده عشان اشوف هل اقدر اجيب منها فايندنجز او حاجه. اول حاجه ببدا اسيرش عليها، هل في انر اتش تي ام ال فانكشن؟ يعني دي تقريبا اهم حاجه اقدر استخدمها. في فعلا انر اتش تي ام ال فانكشن اهي، وبتبرنت سورس كود. في حاجه اسمها السورس كود، بتحطه فين؟ بتحطه في ال اتش 3 اهو، ده اتش 3 دي. ده حاجه موجوده عندنا، او تاج موجود اهو، هو ده اتش 2 المفروض هنا، بس انا مسميه الفاريبل اتش 3 مش مهم. الاي دي بتاعه طيب، هو بيعمل له كول وبيحط فيه السورس كود ده.
ماشي، بيحطه عن طريق ايه؟ الانر اتش تي ام ال. كده انا افهم لو انا قدرت اضيف اي حاجه في السورس كود ده هتضاف، هتشتغل على انها اكس اس اس او كانها اتش تي ام ال كود. تمام. لو قدرت احط حاجه زي ما قلنا هتبقى هقدر اجيب منها اتش تي ام ال انجكشن، وممكن اوصل منها لايه؟ لاكس اس اس. تمام. اتش تي ام ال انجكشن اقصد بيه ان انا اقدر اضيف اتش تي ام ال تاجز اللي هي ديف اي تاج الكلام ده كله. تمام. فببدا ابص على الفاريبل ده ايه في ايه. الفاريبل ده فاريبل فيه سترينج اسمه this is، وبعد كده بيجمع عليه حاجه، وبعد كده كلمه بيج. تمام. ايه هي بقى الحاجه دي؟ لازم افهم دي بتعمل ايه. اولا الفانكشن دي بتعمل يو ار ال انكودنج، فخلاص اسف دي ار ال ديكودنج، فدي خلاص انا فاهم دي بتعمل ايه. اللي انا عايزه ايه بقى؟ دي الجزء ده بيعمل ايه؟ اللوكيشن هاش سبليت دي بتعمل ايه؟ تعال نجرب كده. لو جينا فتحنا الكونسول وكتبت لوكيشن دوت هاش، رجع لي ايه؟ رجع لي الهاش اللي فوق ده مع كلمه about. تمام. طب لو قلت له سبليت، قلنا قبل كده ان كلمه السبليت فانكشن دي بنستخدمها عشان نقطع او نعمل سبليت للسترنج ده عن طريق الحاجه اللي بتديها له. فانا قلت له اعمل لي سبليت للعلامه دي اللي هي علامه الشباك، وطلع لي الكلام ده او كاري. فهو طلعها لي ان هي عندك اتنين elements جوه هنا، حاجه واحده null ما فيهاش حاجه فاضيه، والتانيه كلمه about. فهقول له هات لي تاني element عندك اللي هو هنعوض عليه برقم واحد بما اننا array، الاري تبدا من صفر. فهدوس هنا هرجع لي كلمه about اللي فوق، وده بالظبط اللي مكتوب هنا. تمام. ده بالظبط مكتوب هنا. ده معناه ايه؟ اللي هيتكتب في الهاش فوق هيتحط او هيتضاف في المكان ده. ماشي. طب لو انا رحت ضايف فوق كده HTML تاج مثلا، رحت ضايف H1 تيست H1 ورحت ايه؟ رحت عامل ريلود للصفحه. ماشي. حصل ايه؟ ضاف فعلا التست 1 دي بال H1 اللي انا كاتبها معاه، اللي كلمه التست مع H1 اللي انا كاتبها. تمام. دي دي الفكره يعني عامه بتاعتها. طب عايزين بقى اجيب منها اكس اس اس، هعمل ايه؟ هعمل اي حاجه باي بيلود اكس اس ايمج مثلا سورس اكس، لما اقول له اون ايرور اليرت 1. تمام. ده شكل البيلود بتاعي. هو انا بكونش بفتح البتاع ده ليه؟ ده شكل البيلود بتاعي. عايزين نعمل بسم الله فيو. على فكره مش شرط اعمل لها انكودنج، هو البراوزر بيعمل لها انكودنج باي ديفولت. تمام. انا ممكن اكتبها كده عادي. هو البراوزر كده كده بيعمل انكودنج لليو ار ال باي ديفولت عشان يقدر يهندلها بطريقه احسن يعني. ده شكل البيلود بتاعي هيبقى بعد الهاش. تمام. هو هيعمل ايه؟ هيعمل سبليت عند الهاش، وياخد الجزء السترنج منها ده ويطبعه عنده. تمام. فانا لو عملت ريلود للصفحه عمل لي اليرت. ماشي. حط الايمج هنا. دي فكره ايه؟ دي فكره الدوم بيزد اكس اس اس. ماشي. ده جزء مهم كنت حبيت اوضحه يعني. تعالى نبص برضو بصة هنا كده. كان في حاجة كمان كنت عايز اوريها لكم. آه انا مش فاكر كنت وديتها فين. كونتنت. عندنا في الكونتنت هنا في طبعا انتوا عارفين في الكونتنت في معظم الاتاك اللي بيبقى فيها، واحسن حاجه بيبقى فيها كاتاك يعني هي البلايند اكسس اس. يعني طبعا انت تقدر تخليك تسرق الداتا او اسمها ايه الكوكيز بتاعت الادمن. تمام. وخصوصا بقى لو هو البريفليج بتاعته اعلى، لو مثلا هو اصلا لو في يوزرز عاديه زي السبورت تيم بيرد وانت تقدر توصل للادمن بحد ذاته، حظك حلو مثلا تقدر تسرق الكوكيز بتاعته وتاكسس البانل بتاعت السبورت تيم دي عن طريق الكوكيز بتاعت الادمن. تمام. طب احنا بنتست حاجه زي دي ازاي؟ بنتستها عن طريق الاكس اس هانتر. ماشي. بتفتح على موقع اكس اس هانتر، هو ده، هو بتاع راحت فين، هو ده، وبتاخد كوبي للبيلود مثلا الاولاني التاني حسب الكيس بتاعتك. مثلا لو انت تحطها في لينك فانت التاني ده عندك افضل. لو انت مثلا في تاجز او حاجه معمول لها انكودنج، معمول لها ديسيبل او كده، ممكن تستخدم حاجه زي دي. ممكن تستخدم الايمج تاج، عندك الانبوت تاج، حاطط لك كذا نوع من الانبوتس عشان لو انت عندك مثلا اوير بالباك اند بتاعت الابلكيشن دي شغاله ازاي كفلترنج وكده. تمام. فاحنا هناخد اول حاجه خالص، مش محتاجين نعمل كل ده. بتاع دي بعيد عننا. محتاجين بس نكتب حاجه بسيطه جدا ونجرب نعمل سند. كده البرب عندنا شغاله. تمام. نعمل سند ونشوف your message sent to admin. ماشي.
بيقول لك هنا ان المسج راحت للادمن. تعالى نبص كده في الادمن بانل. المفروض هنا الادمن بانل تعالى نفتحها هنا احسن في السيكريتس. ماشي. طبعا احنا دلوقتي هنسيميوليت ان احنا الادمن. يعني دلوقتي مثلا انا هنا المفروض انا الادمن في البراوزر ده، الاتاكر بعت لي البيلود من هنا، انا بقى دلوقتي الادمن. هروح هنا وافتح الصفحه بتاعه الادمن اللي اسمها ادمن بانل اهي. تمام. اول ما فتحت طبعا ده بيلودز قديمه، يعني سيبك منها، دي بيلودز قديمه كنت نسيت اشيلها. ماشي. فعلا البيلود اتنفذ عليا، يعني هو حتى لو جيت فتحت هنا هتلاقي ان في هنا السكريبت اللي احنا لسه كاتبينه اهو موجود عادي واتنفذ المفروض على الادمن. بتيجي تبدا تعمل ايه لما يحصل حاجه زي كده؟ بيجي لك ميل المفروض ان تنفذ، ان في حاجه حد اتنفذ عليه البيلود بتاعك. ولو فتحت الاكونت بتاعك بتلاقي فيه حاجه شبه كده، سكرين شوت للمكان اللي اتعمل عليه اكسكيوت للاكس اس اس والاي بي واللينك بتاع المكان ده، بحيث انت لو مش عارف اللينك بتاع الادمن بانل دي فين يقوم جاي هو باعتهولك. طبعا هنا ممكن لو عايز تشوف ريبورت كامل بالشكل مثلا يبعت لك بقى لو في كوكيز هو خدها. طبعا لو ادمن اللي فتح فانت خلاص اوريدي انت خدت الكوكيز بتاعته. وهنا ده الكود تقريبا اللي فيه. وهنا الاسم ما قدرش يجيب HTTP ريكوست. تمام. عامة هي دي فكرة اليوز بتاع البلايند اكس اس في هذا الشيء، يعني مع الابلكيشن ده. فكرتها بسيطة جدا، يعني انت بترمي البيلود بتاعتك وبتستنى اوتبوت. كده كده انت الاوتبوت لو سمع في مكان انت تسرق الكوكي بتاعت الادمن على طول ومعاك اللينك، فانت حتى ممكن تعمل بي او سي انك تحاول تلوجن على الادمن بانل دي او تاكسسها بالكوكيز اللي انت اوريدي وصلت لها. تمام. دي حاجة. في حاجة كمان طبعا زي ما قلنا ان احنا لو خد بالك في هنا فوق في بارامتر اهو اسمه language. تمام. احنا في العادي اي حاجه او اي بارامتر بنشوفه قدامنا هو بالنسبه لنا vulnerable للاكس اس لو بيرفلكت. فانا اول ما بشوف حاجه زي كده لازم اتستها، على الاقل اشوف هي بترفلكت ولا لا. فانا هفتح السورس كود بتاع الموقع وهاجي مثلا عند الانج دي هكتب جنبها كلمه فليكس زيرو جاك واحط زي ما قلنا العلامات اللي انا عايزها. ماشي. بضيفها كده هنا وببعت الريكوست وببدا ابص في الكود، بسيرش الاول على كلمه فليكس زيرو جاك، لقيتها اتحطت في مكان هنا اهو واتضافت في مكان تاني تحت. تمام. اتضافت في مكانين. تمام كده جميل جدا. طب انا ممكن اعمل ايه؟ هل اقدر اجيب اكس اس من الاولانيه دي؟ ابص مثلا فليكس زيرو جاك. اقدر اجيب اكس اس. تمام. ازاي بقى عرفت كده؟ لان انا كل العلامات اللي انا حطيتها ما اتعملهاش انكودنج واتضافت من غير اي مشاكل. تمام. طب انا هنا ليه ما حصليش اي حاجه؟ تعالى مثلا نجرب نحط بيلود كده مثلا، نقول له والله image source on error alert 01 ماشي. انا البيلود بتاعي اتضاف هنا عادي. تعالى نفتح بقى كده نشيل الكلام ده كله ونفتحها كسورس كود. طب ايه ده ما تنفذش ليه؟ ليه البيلود بتاعي ما تنفذش؟ دي البوينت بتاعت الحته دي، اللي انت ما ينفعش تحفظ بيلودز، ما ينفعش ترمي بيلودز وخلاص. انا عايزك تتعلم ازاي تعمل البيلودز بتاعتك. تمام. انت هنا ناقصك حاجه بسيطه جدا، انت كاتب بيلود صح اهو، بس لو واخد بالك انت جوه كومنت، يعني انت جوه كومنت في ال HTML. طب عشان يشتغل او عشان تخلي البيلود بتاعك يشتغل لازم تخرج من الكومنت ده، ما ينفعش تفضل جواه. عشان تخرج من الكومنت في ال HTML بتكتب العلامه دي كده، انت بتقفل الكومنت. فانا قبل البيلود بتاعي هاجي اقوم جاي كاتب العلامه دي كده. كده انا ايه؟ خرجت من، كتبت العلامه اهو، راح عامل كومنت لكل ده وخرجت منه من الكومنت والبيلود بتاعي اتكتب اهو. ودلوقتي لو فتحت الموقع هيتنفذ. تعالى كده نجرب. فتحت الموقع فعلا عمل alert بي 1. تمام. دي جزئيه مهمه جدا في حته انك تاخد بالك من الريفلكت بتاعك بيروح فين. دي جزئيه. طب ايه الجزئيه التانية؟ جزئيه احنا بصينا، لو بصينا تحت زي ما قلنا كان الكلمه بتاعتنا او الحاجه اللي احنا كتبناها اتعمل لها ريفلكت كمان تحت هنا. طب ده الريفلكت ده فين؟ ده في الجافا سكريبت. بس دي مش دوم يا جدعان، ها، دي مش دوم اكس اس اس لو واخدين بالكم. اللي فاتت دوم اكس اس دي هتبقى ريفلكتد عادي. تمام. هو اللي انا خدته بالي منه هنا ايه؟ ان هو بيحط البيلودز بتاعتي او الكلام اللي انا بكتبه جوه فاريبل في الجافا سكريبت. فانا هنا مش محتاج اكتب تاجز، انا لو كتبت جافا سكريبت على طول هيتنفذ. ازاي؟ مثلا انا هنا كل اللي محتاجه ايه؟ هو تاج ده. تعالى كده نكتب فليكس زيرو. فليكس زيرو ماشي اهي. هو ايه ده بالنسبه لي؟ فاريبل. الفاريبل معمول من ايه؟ من الدبل كودز. فانا لو عملت دبل كود، تعالى ناخده كده كوبي عندنا ونجرب فيه على
هنا احسن. تمام، ده عندي دبل كود، دي الكلمه اللي انا بكتبها وهو معمول بالدبل كود. طب لو انا عايز اخرج منه هعمل ايه؟ هعمل دبل كود تانية. كده انا كده قفلت الدبل كود الاولانيه، ماشي. واعمل ايه؟ اعمل مثلا alert الكود بتاعي مثلا، بس بكتب لازم اعمل هنا العلامه دي اللي هي سيمي كولوم عشان اقفل اللاين، يعني اقول له خلاص اللاين ده خلص. وبعمل الفانكشن اللي انا عايزها وبعمل كومنت لاي حاجه بعدها. ليه بعمل كومنت؟ عشان لو في اي حاجه مثلا بعديها زي العلامه دي وكده ما يعملش سنتكس ايرور، لان في الجافا سكريبت لو حصل سنتكس ايرور الكود مش بيشتغل. تمام، فلازم تخلي السنتكس بتاعك صح. طب افرض دي مش موجوده معايا، العلامتين دول مش موجودين، هعمل ايه؟ برضو هقفل اللاين بتاع دي وهعمل مثلا فاريبل جديد واعمله كده مثلا. خلاص انا كده عملت فاريبل جديد واديله الفاليو دي. ليه؟ عشان افويد المشاكل اللي ممكن تحصل. فالبيلود بتاعي في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله عامل كده كده. مش طبعا هي دي مش اساسيه، بس انا حاططها عشان السيرش، يعني انت ما عايز تشيلها كده هيبقى برضه ده هيتنفذ. تمام. اول دبل كوتس هتعمل ايه؟ هتقفل الفاريبل وبعد كده هعمل هنا سيمي كولوم عشان اقفل اللاين نفسه، لان انت لو سبت اللاينز مفتوحه على بعضها كده هيحصل سنتكس ايرور زي ما قلت. تمام، لازم تقفل اللاينز تمام كلهم لاين واحد، لازم تقفل تعرفوا ان ده اخر اللاين. غير بقى لو انت عملتهم في لاينز كل واحد مختلف يعني مفترق عن التاني، فساعتها لا عادي مش شرط تكتبها. بس في الكيس بتاعتنا دي بما انهم كلهم في لاين واحد، محتاج تعمل ايه؟ بعد كل حاجه بتكتبها تعمل اند لللاين ده، ماشي، عن طريق السيمي كولون. انت هنا عملت زي ما قلنا اند اللاين، كتبت الفانكشن اللي انت عايزها تكسكيوت، ماشي. عملت اند لللاين تاني وعملت فاريبل عشان بس ايه؟ السنجل الدبل كوت اللي هنا دي ما تعملهاش سنتكس ايرور. ممكن تعمل كده او ممكن تعوضها بالكومنت، انك تعمل لها كومنت، ماشي. دي حاجه. ولازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا لما بنيجي نعمل اكس اس اس. بنتست في الاول على الاليرت زيرو او اي رقم عادي مش هيفرق معايا، او حتى سترينج. بس لما باجي اميك شور او اتاكد خلاص انا كده بقدر اليرت، لازم اميك شور ان انا باليرت الدوكيومنت دوت دومين او الدوكيومنت كوكي. لازم اميك شور ان انا باليرت الحاجات دي. ليه؟ لان انا لو مش بقدر لو مش بقدر اكسسهم، الدنيا معايا كده هتبقى مش لطيفه خالص، والبيلود بتاعي او الاكس اس بتاعتي مش هتبقى مفيده بالنسبه لي خالص. زي ما كنت في حته الفايل ابلود قبل كده، ان انت مثلا لما تيجي ترفع بي دي اف هو مجرد بيكسكيوت اليرت على سترينجز او نمبرز الكلام ده كله، فما بتقدرش تاكسس الكوكيز والدومين والحاجات دي كلها او الدوكيومنت عامه، فمش بتبقى مفيده ليك، ماشي. دي حاجه لازم ناخد بالنا منها. حاجه كمان لما بنيجي نستخدم او نعمل اليرت او نعمل تيست على مكان فيه في ستورد اكس اس، بتست ستورد اكس اس، لازم تاخد بالك جدا من الموضوع ده. لان البيلود لو بيفضل ثابت ومش ما عندكش القابليه انك تمسحه، لو هو مثلا كومنت او كده انت بتقدر تمسحه. طب افرض حاجه ما بتعرفش تمسحها، ده ممكن يضرك ويعمل يبوظ الافيلابيلتي بتاعت الموقع. ليه؟ انت ممكن مثلا تكون بتستخدم اليرت، فاي مره هتفتح فيها الصفحه هيعمل اليرت. ممكن تكون بتستخدم الرايت، فكل مره هتفتح الصفحه الويب سايت او البيلود بتاعك هي اوفر رايت الصفحه كلها ويمسحها ويكتب اللي انت كاتبه، فاهم؟ فدي مشاكل انت تاخد بالك منها. نفس الفكره مع الكونفيرم، كونفيرم ومع الاليرت والكونفيرم والبرومبت، دول لازم تاخد بالك برضو منهم، ماشي. ده شيء مهم. في ايه تاني معانا؟ حته بقى، طبعا الكلام ده كله مش وحش يعني كويس، بس لازم تجرب في الاخر. لازم تاخد بالك من حته التست بالذات، خصوصا لو بتست على حاجه بين تيستنج او حتى لو باج هانتنج، يعني عشان ما تضرش الدنيا. ايه ممكن استخدمه امن من دول؟ في عندك الكونسول لوج، ماشي. الكونسول لوج دي لما بتكسكيوت بيريتيرن الداتا اللي انت عايزها دي جوه الكونسول هنا. تمام، تعال نفتح كده ونجرب جوه الكونسول هنا. لو كانت مثلا كونسول لوج كده وعملت انتر، طابع لي ايه؟ الزيرو. تمام، تعال نجرب البيلود بتاعنا هنا بس من غير اليرت. تعال نجربه بكونسول لوج، ماشي. تعال ناخده كوبي ونروح هنا ونضيف البيلود بتاعنا، نمسح كده ده كله ونضيف البيلود بتاعنا هنا، ماشي. المفروض كده البيلود اشتغل بس مفيش اي حاجه حصلت، ماشي. بفتح الكونسول، لو فتحت الكونسول لقيته فعلا طبعا هنا اهو تحت الزيرو اللي انا كاتبه فوق. طب تعال نجرب حاجه مختلفه، اقول مثلا دوكيومنت دوت دومين. اول ما الصفحه المفروض تلود راح طابع لي الدومين هنا. طب ده ليه سكيور؟ عشان لو انت مثلا استخدمت حاجه زي الدوكيومنت رايت او الاليرت او كده وهي ستورد اكس اس ده هيبقى مضر بالنسبه لك. تمام، وممكن يبقى مضر للويب سايت كمان لو انت مثلا على حاجه زي ما قلنا بين تيستنج والحاجه دي برودكشن، انت كده يعتبر بوظتها.
تمام. لو حتى حاجه تيستنج فانت بوظت الصفحه دي لغايه ما حد يجي يساعدك من التيم، فبنتغاضى عن المشاكل دي كلها عن طريق الكونسول دوت لوج. ماشي. في حاجه كمان ممكن نستخدمها كبي او سي غير دول، في عندك البرنت فانكشن. لو انت مثلا جيت دوست كنترول بي في اي صفحه بتلاقي ان في برنت ظهرت لك. تمام. البرنت فانكشن بتعمل نفس الحاجه دي. لو جيت مثلا عملتها هنا، لو جيت مثلا هنا قلت له برنت كده، هتلاقيه اول ما بيكسكيوت البيلود بيحاول يبرنت الصفحه دي. ماشي. تعال نجرب دوكيومنت دوت رايت، واقول له مثلا زيرو. تمام، هو ضافها هنا، شكلها دي حاجه جديده يعني، بس عامه برضو تغاضى عنها يعني، الا لو مفيش غيرها بقى. يعني احيانا بتلاقي ان كل الكلام ده كله معمول له بلوك، الاليرت، الكونفيرم، البرومبت، بس الرايت بتاع الرايت هي الوحيده اللي منسيه، فبتستخدمها بقى. يعني دي الكيس الوحيده اللي انت هتستخدمها فيها. انا عن نفسي بتحصل معايا كتير، واحيانا كتير بلاقي ان الكونسول لوج هو المنسي يعني، فاهم؟ انا بس بحاول اعمل له كبي او سي مش اكتر. ماشي. طب لو كل دول منسيين، مش اسف، لو كل دول معمول لهم بلوك عادي جدا، انا ممكن مش شرط استخدمهم. في عندك الايفال، في عندك حاجات تانية، هنبص على الموضوع ده. تمام. بسم الله. بس دي فكره عامه اللابس اللي انا كنت كاتبها، حبيت احط فيها افكار مش دايركت جدا يعني، او مش دايركت قوي يعني، عشان ما يبقاش الموضوع ايزي جدا. ماشي. في بقى حاجه كمان، تعال نجرب، مش فاكر كنت حاططها فين. الاكس اس فلترز، الاكس اس فلترز اند بايباسي. انا مش فاكر اسمها كان ايه، ثواني كده. المفروض كان اكس اس فلترز اند بايباس، ايوه اهو. تمام. دي شويه افكار صراحه اظن هتبقى كويسه جدا، خصوصا لو ما عدتش عليكوا يعني قبل كده، فلازم تكون الفكره عندك، عشان لما تيجي ان شاء الله تعدي عليك الفكره تبقى اوير بيها. ماشي. عامه هنا ده هو طبعا ده ايرور بسيط جدا، بيقول لك ان هو انت في كيو بارامتر انت مش بعته، بس انا بس حاطط الحاجات دي. تمام. انا عندي شكل بسيط جدا، بكتب حاجه في الكيو بارامتر ده هنا كده، مثلا هو دي الاكس اس 1 اول فكره. بكتب هنا التست، كلمه تست مثلا بتطبع في اي حاجه بكتبها في الكيو ده، بتطبع في الموقع عندي. ماشي. عايز ابدا افهم الويب سايت ده بيشتغل ازاي. تعال نبص كده على الكود بتاعه بصه سريعه. ماشي. تمام. HTML جميل جدا. انا اللي فاهمه هنا ايه، ان هو بيعمل ايه، بياخد دوكيومنت، ماشي، بياخد الكلمه اللي انا بكتبها فوق بيضيفها هنا. ماشي. لو جيت مثلا خليتها فليكس هتتضاف. تمام. بيضيف الكلمه اللي انا بكتبها في الكيو ده هنا. ماشي. وبعد كده بيعمل لها inner HTML جوه ايه، جوه div div tag. ماشي. دي بسيطه جدا. لو انا عايز اعمل اكس اس اس هعمل ايه، بان هو بيستخدم الانر، هكتب اي بيلود بسيط جدا، هقول له مثلا image source x on error alert مثلا 0. ماشي. وهكتبها. لقيت ان في هنا ايه مشكله، بيقول لي ان الاكس اس اس ديتكتد، ده معناه ان هو قفش ان في اكس اس اس. طب بيقفش في اكس اس اس ازاي؟ هكتب مثلا في كلمه فليكس، احط بعدها سنجل كود واشوف. تمام. السنجل كود كده ممنوعه. احط دبل كود، دبل كود برضو ممنوعه. الاوبننج برضو ممنوعه. الكلوزنج ممنوعه. كده معناه ان الاربع حاجات اللي كنا بنسيرش عليها عامه دي مش موجوده. الاوبن، الدبل كود، والسنجل، والاوبننج، كلوزنج تاج، المفروض دول كلهم مش موجودين، ممنوعين. تمام. طب انا اقدر كده اجيب اكس اس اس ازاي، ولا مني عارف اخرج من الفاريبل ده او من السترينج ده، ولا عارف اكتب تاجز جديده، ولا عارف اعمل حاجه؟ هل ده معناه ان هي سكيور؟ لا. ليه بقى؟ الويب سايت بيشتغل ازاي؟ عايز افهم اللوجيك بتاعه شغال ازاي. هو بياخد مني سترينج، بيحطه في الجافا سكريبت، وبعد كده بيطبعه عن طريق الجافا سكريبت في ال HTML. تمام. طب هنا في تركايه او في فلو بسيطه جدا. ايه هي؟ ان الجافا سكريبت بتقدر تهندل فيما فوق اليو ار ال انكودنج. يعني تقدر تهندل حاجات زي ايه، زي اليونيكود، وزي الهكس. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك تعالى بص. عندنا قلنا قبل كده مثلا دي اليو ار ال انكود بتاع مين، بتاع الدبل كود. ماشي. طب سيبك من دي، تعال نجرب مثلا ايه، نعمل فين الفيرب. تعال اهو نقول له والله ايه الاوبننج والكلوزنج. الاوبننج تاج، خلينا في الاوبننج تاج او الاوبننج والكلوزنج عشان يبقى مره واحده. هقول له اعمل لي يو ار ال انكودنج ليهم. ماشي اهو. يبقى ده اليو ار ال انكودنج بتاع الاوبننج اهي، دي كده، دي هي دي. ماشي. والكلوزنج دي هي دي، صح؟ ده اليو ار ال انكودنج بتاعهم. وزي ما قلت طبعا انت لو حطيت اليو ار ال انكودنج برده مش هينفع. تعالى كده نجربه. بص،
المفروض مش هينفع برضو اقبلها. ليه؟ لان البراوزر بيهندل اليو ار ال انكودنج على طول، يعني هو بيرجعها لشكلها الاصلي في اليو ار ال. ماشي، مثلا انا كتبتها كيو ار ال انكودنج، بس هو بص طبعها ازاي كده، فلما بيجي تشيك بيلاقيها، فدي مشكله يعني. تمام، فاحنا زي ما قلنا ال اتش تي او مش ال اتش تي ام ال الجافا سكريبت تقدر تهندل اليونيكود والهكس. اليونيكود ده عباره عن ايه؟ شكله ايه ده؟ بيكون شبه اليو ار ال انكودنج كده، بس مكان العلامه دي بيكون كده حاجه يو، وبعد كده دبل زيرو كده، باك سلاش يو، ده اختصار ليونيكود، بيشير اليونيكود، وبقى اولها دبل زيرو، بعد كده ايه الهكس بتاع الكلمه دي، بتاع الحاجه اللي انت عايز تعملها. ده شكل اليونيكود، نفس الفكره مع ده. فانت لو عارف اليو ار ال انكودنج تقدر تجيب منه اليونيكود بتاعه عادي خالص. لو انت في حاجه مش عارف ايه هي اليونيكود بتاعها، عادي بتروح على البيرب زي ما انا عملت كده، بتعمل لها يو ار ال انكودنج، وتيجي تيجي تشيل العلامه دي اللي هي علامه الدولار، اللي هي الفيلميه دي، وتحط ايه سلاش يو وبعد كده صفرين. ماشي، نفس الفكره مع الاي، هتبقى نفس الفكره برضو، هنشيلها وده يو 00. تمام، ده اليونيكود. طب ايه هو الهكس بتاعها او شكل الهكس اللي المفروض بيفهمه الجافا سكريبت؟ هو نفس الحاجه دي طبعا، هي عامه دي شكل الهكس اصلا، ده هكس. ماشي، هو الهكس الحاجه الوحيده اللي فيها سي واي واي والكلام ده كله. لو درست يعني اكيد خدتها في كمبيوتر ساينس او كده. تمام، شكل الهكس اللي بيفهمه الجافا سكريبت هو سلاش او باك سلاش اكس، وبعد كده تكتب الحاجه اللي انت عايزها. تمام، دي بالنسبه للجافا سكريبت هي نفس دي. ماشي، دي حاجه لازم نفهمها، دي حاجه الوحيده يعني، دي بتحصل مع الجافا سكريبت بس، لو كتبتها في ال HTML مش هيفهمها. لو هنكتبها هنا دلوقتي، لو مثلا جيت هنا عملت اللي انا مثلا قلت عليه كده دبل كود، تمام، هو هنا عداها اهو، دي دبل كود، مع انها الدبل كود المفروض ممنوعه، بس هو عداها هنا وضافها. فلو جيت طبعها هتطبع دبل كود عادي. بص كده، هنجرب طبعها ايه دبل كود فعلا عادي. ليه؟ لان هو قدر هنا يهندلها، فقبل ما بيطبعها بيعمل لها هاندلنج لشكلها الاصلي، فانا يكون الموضوع واصل. فاحنا هنستغل الفيتشر دي، اصلا هي المفروض تبقى فيتشر، هنستغلها عشان نعمل اكس اس. ازاي؟ دلوقتي زي ما قلنا، تعال ناخد دي كمان بالمره كده. ماشي، انا عايز اعمل بقى بيلود بالحاجات دي، زي ما قلنا دي الاوبننج ودي الكلوزنج ودي الاوبننج ودي الكلوزنج. تمام، انا بعمل ايه؟ بكتب ايمج سورس مثلا اكس، طبعا بديله اي حاجه غلط، مش شرط اكس بس، اي ايرور، اي سورس مش موجود، واقول له ان ايرور اون ايرور، واقول له مثلا اليرت زيرو. ماشي كده، انا عندي هنا ايه اوبننج وكلوزنج. تعال نجرب مثلا. اول حاجه باخد مثلا الاوبننج الشكل اليونيكود احطه هنا، والكلوزنج في شكل اليونيكود واحطها هنا. ماشي، واخد كوبي للكلام ده كله، تعال نضيفه في الكيو. اتضافت معايا عادي اهو، اتضافت من غير اي مشاكل اهي. تمام، ده اتضافت في الجافا سكريبت. فالجافا سكريبت لما يجي يطبعها جوه ال HTML هيعمل لها هاندلنج، هيعمل هاندلنج لاول جزئين دول برضو، لان هم دول شكل يونيكود، وال HTML مش بتفهم يونيكود، فهو عايز يرجعها لها لشكل هي تفهمه. تمام، فلما هي ترجعها لشكل ال HTML هتفهمه، هيرجعها للشكل الايه الاوبننج والكلوزنج، فساعتها احنا نقدر نكسكيوت الاكسس اس بتاعتنا. تمام، تعالى ناخدها كوبي ونضيفها فعلا هنا ونشوف. او اون ايرور، اون ايرور كاتبينها غلط، نضيف ار كمان. اون ايرور كام اتنفذت معانا الاليرت. دي اول فكره في اللابس، دي عامه كانت اول فكره. تعال نجرب الفكره اللي بعديها. بسم الله، نروح 2 ونعمل تيست. تمام، ده الفكره التانية. نعمل نقفل كل ده، مش نفتح السورس كود بتاعها ونبدا نفهم هي شغاله ازاي، مفيش اي حاجه فيها. تمام، فانا ببدا عادي جدا اكتب بيلودز مثلا كده image source اكس مثلا كده. تمام، قال لي ان في اكس اس ديتكتد. تعالى نكمل البيلود اون ايرور اليرت مثلا زيرو. تمام، قال لي ان في اكس اس ديتكتد. طب في الفكره اللي زي كده ببدا اعمل ايه؟ ببدا اشوف اجزاء معينه في البيلود بتاعي. سيبك من الحاجات دي كلها، تعالى نرجعها لشكلها. تمام، ببدا اشوف اجزاء معينه. اول حاجه ممكن يكون هو بتشيك عليها هي الاوبننج والكلوزنج، دي اول حاجه. ماشي، تاني حاجه هو الايفنت هاندلر اللي هو الاون ايرور او اون اي حاجه، اون واي حاجه. تالت حاجه هو الجافا سكريبت نفسه اللي هو الاليرت. ماشي، رابع حاجه ممكن يكون بيتشيك عليها هو الاقواس، يعني ممكن تلاقيه هو بيشيل اي اقواس او بيعتبرها ان هي مشكله بالنسبه له. فانا ببدا افهم ايه اللي انا كاتبه، وهو اداني على اساسه ايرور، فببدا اقسم اللي انا كاتبه كان ايه. ماشي، اول حاجه هبدا اعملها، تعالى نشيل الاقواس ونشوف هل هتتشال ولا لا. تمام، تعالى مثلا نشيل الاقواس وما نضيفهاش خالص، ما اتشالتش، ده معناه ان الاقواس مش التست عليها.
طيب تعالى نشيل كلمة alert ونشوف. شلت كلمة alert برضو ما تشالش، فده معناه ان التست مثلا هنا في الكيس حتى الان مش عليها هي بس. ماشي، تعالى نشيل الاون ايرور زي ما قلنا اللي هو الايفنت هاندلر ونشوف. نفس الفكرة برضو مش عليها هي. تعالى نشيل السورس. تمام، لما شلت السورس ده الاتريبيوت ده حصل ايه يعني البيلود اشتغل، مش البيلود اسف، التاج اتضاف عادي بس من غير اي اتريبيوتس. ده معناه انك ممكن تضيف تاجز بس من غير اتريبيوتس، يعني ممكن اضيف الاتش 1 عادي بس ما احطش اتريبيوتس جواه. تمام. طب انا عايز ابدا افهم هو شغال ازاي. ده خلاص كده ده معناه ان هو بيقبل الكلوزنج والاوبننج. عايز افهم هو شغال ازاي. هو دلوقتي منع مني السورس. تمام. خلاص انا مش عايز. تعال نجرب نحط الايفنت هاندلر على طول نشوف هيتضاف ولا لا. تعالى كده نجرب نحط ايمج واقول له اون ايرور. الاون ايرور اتضاف. تعالى تمام، هو مش بيتشيك على الايفنت هاندلرز. تعالى طب نجرب نضيف اليرت. تمام كده معناه ان هو بيشيل الاليرت وبيشيل السورس. ماشي، التو اتريبيوتس دول ممنوعين بالنسبه له. تعالى مثلا نجرب نحط حاجه غير الاليرت. نجرب الكونفيرم. الكونفيرم ممنوع. تعالى نجرب مثلا البرومبت. ماشي، البرومبت برضه البرومبت ممنوعه. تعالى نجرب الرايت. فاكرين قلنا على الرايت نخليها اخر حاجه، برضه ممنوعه. تمام، طبعا عشان انا اللي عامله فانا عارف انها ممنوعه. تمام. في ايه تاني ممكن نجربه غير دول؟ لسه قايل من شويه في عندنا حل بسيط جدا ممكن نضيفه اللي هو الايه، الكونسول لوج. الكونسول لوج ما تشالش. الكونسول لوج ايه ما تشالش. نجرب نحط مثلا القوسين. تمام، اتضاف عادي جدا من غير اي مشاكل، بس عندنا مشكله ان السورس ممنوع. طب هو عارف ليه مانعين السورس؟ لان انت لو استخدمت السورس ده مع الاي فريم سورس كده ممكن تجيب اكس اس اس كده جافا سكريبت اليرت. ممكن تجيب جافا اكس اس بالشكل ده لو ضفت السورس مع الاي فريم، فعشان كده بيمنعوه يعني. تمام، هي دي فكرته، ملوش علاقه، مش عشان الايمج مش هتبقى مضره. اللي هتبقى مضره هي الاي فريم. تمام. طب احنا كده آم، محتاجين نضيف السورس ده في الايمج. طب ندور على اي تاج تاني مش محتاجين فيه السورس. زي ايه مثلا؟ عندنا الاس في جي. اس في جي ده بتديله اسم بتديله الاسم اللي هو اس في جي، وبعد كده تديله الايفنت هاندلر على طول. وبعد كده البيلود بتاعك. البيلود بتاعنا في الكيس دي هيبقى كونسول لوج وبعد كده زيرو. ماشي، ناخد كوبي ونضيفه هنا ونشوف. اتضاف عادي من غير اي مشاكل. تعالى مثلا نمسح كده كل ده ونشوف الكونسول بتاعنا فعلا ضاف لنا الزيرو. تعالى مثلا نغيرها نخليها 1337. تمام، اتضاف عادي، فده معناه ان انا قدرت اجيب اكس اس اس. تمام، دي فكره. طب في فكره كمان ممكن نعملها. في عندنا حاجه، تعالى مثلا نجربها كده نشوف هتتقبل ولا لا. في عندنا حاجه مهمه جدا وفي كتير بتتنسي احيانا كتير يعني، اسمها الايفال. ايفال. تمام، ايفال دي بتعمل ايه؟ ايفال دي مثلا في لغات البرمجه بتخليك تاكسكيوت سترينج. لو اديتها سترينج مثلا تعالى نجرب مثلا كده. لو مثلا في البي اتش بي، لو قلت انا في البي اتش بي دلوقتي كده ماشي، ورحت قايل له ايه ايفال. ورحت مديله مثلا ايه اي سترينج مثلا بيعمل سيستم مش عارف اي دي كده مثلا. تمام، دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي بتاخد سترينج وبتكسكيوته على حسب الحاجه اللي انت فيها. يعني مثلا انا لو قلت له ان انا دلوقتي في بي اتش بي واديته سترينج في كود بي اتش بي هيكسكيوته عادي. تمام، فدي فكره الايفال، انك بتديله سترينجز وهو بيتعامل معاها على انها كود. في نفس الفكره موجوده عندنا في الاتش تي في الاكس اس اس، في اسف في الجافا سكريبت. لو اديته مثلا ايفال كده ورحت قايل له مثلا alert زيرو هيعمل ايه؟ عمل لي alert زيرو. تمام، بس الفكره بتاعتنا هنا ان احنا بنتعامل مع string، فممكن فيه كل صلاحيات السترينج. قبل كده احنا قلنا ان السترينج ممكن نضيف فيه، يعني ممكن نعمل مثلا ايه، نقول فليكس وبعد كده اعمل زائد مثلا سبيس وبعد كده اقول مثلا زائد تاني واقول مثلا محمد واقول له اطبعها لي، ففي الاخر هيطبع لي ايه فليكس سبيس محمد كده. فاهم الفكره؟ ففي فكره الكونكاتينيشن اللي هو ان احنا نربط حاجات ببعضيها. فانا خدت بالي زي ما قلنا قبل كده ان هو بيمنع الاليرت، يعني هو بيعمل بلوك للاليرت صح. طب لو انا رحت قاسمها اتنين، يعني رحت خليت ده جزء وده جزء، فهيجي يدور على كلمه اليرت مش هيلاقيها. لو مثلا عملت كده، تعال مثلا نجرب. قلت اليرت مثلا زيرو. تمام، انا كاتبها كده، لو كتبتها كده هتتمسك في الكود هنا. طب انا اعمل ايه؟ هقسمها اتنين كده، هخليها كده بالشكل ده كده.
طبعا بما ان احنا قلنا ان ده string فبيتعامل معاه على انه string، بس لما يجي execute بيتعامل معاه على انه ايه، جافا سكريبت. فهيجي يعمل alert ALE وبعد كده RT، هيعمل لهم concatenation يجمعهم مع بعض، بعد كده يعمل execute. بس لما يجي الباك اند تتشيك هيلاقي ان دي ايه، مش كلمة alert. ماشي، دي حاجة لو جينا عملنا كده هتشتغل عادي من غير اي مشاكل. دي فكرة ال بس كده، دي فكرة اللاب التاني يعني، او الفكرة التانية. ماشي، نشوف فكرة كمان. بسم الله. فين رقم 3. تمام، تعالى نسمي الله ونبدأ على رقم 3. بسم الله. تمام، ضم string. ماشي، في عندنا هنا السترنج بتاعنا بيتضاف هنا. ماشي. طبعا في هنا ضم string دي كلها ملهاش علاقة، لان هو ما بياخدش مننا اي حاجة، مش بياخد مننا اي input يحطه هنا، فدي مش نقدر نجيب منها حاجة. ماشي، الانبوت بتاعنا بيتحط هنا جوه variable اسمه x، والفاريبل ده جوه function. ماشي، بس الفانكشن دي مش بتعمل لها كول اصلا، يعني لو خدت بالك الفانكشن دي func مش بتعمل لها كول في اي مكان، هو معموله فانكشن معمول لها كرييت بس محدش بيتكلمها، محدش بيستخدمها. طب انا ببدا اجرب ايه، في طالما انا جوه فاريبل ببدا اجرب اخرج من الفاريبل ده مكتوب ايه، مثلا مكتوب بالدبل كود، فانا اجرب احط دبل كود انا كمان. حطيت دبل كود اشتغل، الدبل كود معايا اشتغلت. طب ايه الفكره، زي ما قلنا قبل كده بعمل ايه لما اكون مثلا انا اقدر اخرج من بقدر اخرج من الفاريبل، ببدا اضيف سينتاكس. يعني مثلا انا قلت هو ايه، هو اكس دوت، وبعد كده هنا فليكس. هخرج منه بسنجل او بدبل كود، وبعد كده هقفل اللاين واعمل اليرت بالشكل ده، وبعد كده اعمل كومنت للحاجه اللي بعديها. صح، تمام جدا، ده الحاجه اللي احنا قلنا عليها. تعال ناخدها كده كوبي، بعد كده نحطها هنا. تمام، اتضافت فعلا، والمفروض ده فاليد يعني ده يشتغل. تعالى بقى نجرب كده نفتحه في الموقع، ما اشتغلش. ليه بقى؟ انت حاطط البيلود بتاعك، انت حاطه صح، بس زي ما قلنا ان دي فانكشن، والفانكشن عشان تشتغل او تشغل الحاجه اللي جواها لازم يتعمل لها كول. تمام. طب وانا هعمل لها كول ازاي؟ حاجه زي دي انا هعمل لها كول ازاي؟ مش هتعرف تعمل لها كول طول ما انت جوه الفانكشن اوريدي. فالحل بتاعنا هنا، الفكره الوحيده اللي ممكن نعملها اننا نخرج من الفانكشن، وبعد ما نخرج من الفانكشن نعمل اكسكيوت، او نعمل لها مثلا كول. يا اما نعمل كل الفانكشن، يا اما نقفل الفانكشن، بعد كده احنا نعمل الاكسكيوت بتاعنا. يعني عندنا حلين او فكرتين. تعال ناخد الفانكشن كده كوبي هنا ونجرب عليها. ماشي، عندنا حل من الاثنين، يا نخرج من الفانكشن خالص، يا اما ونعمل لها كول يعني، يا اما نخرج من الفانكشن ونعمل احنا البيلود بتاعنا. تعال نجرب نخرج من الفانكشن ونكتب البيلود. ماشي، هعمل ايه؟ اول حاجه احط هنا الدبل كود عشان اخرج من السترنج ده. الفانكشن دي بتبدا بايه؟ بكيرلي براكتس، عشان تتقفل محتاجه ايه؟ برضو كيرلي براكتس. وبعد كده هقفل اللاين بتاعها. تمام، وهكتب الاليرت اللي انا عايزها بالشكل ده، وهعمل كومنت للحاجه اللي وراها دي. صح كده؟ ده الحاجه الايه اللي احنا فكرنا فيها. تعال نجرب كده نحطها في الموقع بتاعنا ونشوف هيحصل ايه. ما عمليش اليرت. ببدا افهم الدنيا دي ازاي، بفتح الكونسول. خصوصا في الجافا سكريبت لو انا مش فاهم بيحصل ايه، الكونسول دايما بيكون فيه ايرورز، بيكتب لك الايرورز اللي موجوده في الجافا سكريبت بتاعتك. هنا بيقول لك مثلا ان في unexpected syntax error، فانا كده عامل syntax error. وطالما زي ما قلنا في syntax error الكود مش بيشتغل. لو خدت بالك ما طبعليش كلمه هنا، الكلمه اللي تحت دي مع انها مالهاش علاقه باللي انا بكتبه، بس طالما في syntax error اي حاجه بعديه بتبوظ. فاهم الفكره؟ او حتى لو قبليه، الكود عامه بيبوظ في الجافا سكريبت لو السنتكس فيه غلطه. ماشي، فانت بتبدا تدوس على اللينك اللي هنا ده، فبيعلم لك، المفروض بيعلم لك على المكان اللي فيه الايشو. هو عامة هو كاتب لك رقم السطر هنا اهو، انت ممكن لو فتحت تشوف السطر هنا 6. هو دي فيها مشكلة عنده. طب تعالى نشوف البيلود اللي احنا كنا بنكتبه لو عملناه كده. تمام، ايه بقى المشكلة هنا؟ المشكلة ان انا قفلت الفانكشن بدي، بالكلوزنج دي، كيرلي اللي هي الكيرلي براكتس اللي بتقفل الفانكشنز. بس هو اوريدي كان في واحدة قبل كده. طب دي حلها ايه؟ هعمل فيها ايه؟ حلها بسيط جدا. انت هتعمل آه هتكريت فانكشن جديده عشان تكونتين البتاعه دي. ازاي؟ بدل ما هتعمل كومنت كده، لا انت هتعمل كلوزنج لللاين، هتقفل اللاين بتاع الاليرت ده عشان يكسكيوت، وبعد كده هتعمل فانكشن جديده، هتكتب كلمه فانكشن، تديها اي اسم كده، وتفتح القوس. ماشي، لحد هنا انا عملت كريت لفانكشن جديده عشان تاخد الكلوزنج دي. ماشي، بس في مشكله لسه ما حليناهاش، هي مشكله البتاعه دي. ممكن تعمل لها طبعا زي ما قلت كومنت بالشكل ده، او
ممكن تعمل لها variable عادي كده بالشكل ده. تمام، تعال نجرب احنا فكرة الفاريبل. تعال ناخد كده كل الكلام ده كله كده كوبي او كات ونحطه هنا. اول المفروض نحطها المفروض على الكيس او الحاجه اللي احنا فكرنا فيها انه يشتغل. تمام، فعلا هو اشتغل معايا من غير اي مشاكل. لو جينا فتحنا السورس كود هلاقيه فعلا ان هو ضاف قفل السترنج، وبعد كده راح قافل اللاين بتاع السترنج وقفل الفانكشن دي كده. خلاص انا قفلت الفانكشن، وبعد كده قفلت اللاين بتاعها وعملت اكسكيوت للفانكشن اللي انا عايزها، ايا يكن انا عايز اعمل اكسكيوت الفانكشن ايه هضيفها هنا. وبعد كده عملت كرييت فانكشن جديده عشان اعمل فاليد سينتاكس. لازم اعمل سينتاكس. طبعا الكلام ده ممكن ما تحسش بيه او ما تفهموش قوي دلوقتي لو انت مش بتكتب جافا سكريبت وفاهم السينتاكس بتاعتها ماشيه ازاي وكده، بس هتعود على الموضوع ده اكتر لما تبدا تكتب بيها يعني. عملت فانكشن وعملت لها اوبننج بالكيرد براكتس، والكلوزنج القديمه اللي كانت موجوده هستخدمها. كده كده هو بيستخدمها اوريدي، طالما في ما عملتش انت الكلوزنج هنا هو بيستخدم اول كلوزنج بتقابله. ماشي، وبعد كده عشان نكتب سنتكس صح حطيت بس فاريبل عشان ياخد البتاعه دي كده اللي هي الدبل كوت اللي كانت فاضله. يا اما ممكن ما احطهاش واجرب احط كومنت ليها، هيعمل كومنت ليها ولي السيمي او السيمي كولوم دي. ماشي، لو عملت برضو اليرت هيشتغل عادي من غير اي مشاكل. تمام، دي فكره تالت لاب. تعال نجرب الفكره بتاعت رابع لاب. نقفل هذه الاشياء خلاص. ده رقم 4. بسم الله. تعالى كده نجرب. تمام، هنا انا بضيف كلمه بتعمل لها ابر كيس. ماشي، تعال نجرب كده نعمل هنا. نجرب نضيف اي حاجه image source on error alert. جميل جدا، اتضافت. طب هل ده هيشتغل ولا لا؟ تعال نجرب كده نفتحه. تمام، هو الصوره اتضافت بس الاكسكيوت بتاعنا ما اشتغلش. ليه بقى؟ هنا لو بصيت على الايرور بيقول لك ايه؟ بيقول لك alert دي is not a function. هو مش عارف يفهم ايه دي. هي بيقول لك not defined، دي مش function بالنسبه لي. تمام، فهو مش عارف يتعرف عليها. ليه؟ لان دي upper case، والجافا سكريبت هي كيس سنسيتيف، يعني بتتعامل مع الحاجات لو هي upper case لازم تكتبها upper case، لو هي lower case لازم تكتبها lower case. ما ينفعش التفاوت ده. طب ايه الفكره هنا؟ انا ممكن ابايباس حاجه زي دي ازاي؟ عدت عليا قبل كده على فكره برضه. ف فالفكره دي حبيت اضيفها يعني. ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا، هي فكره ان انا اجيب سكريبت من بره، احط السكريبت بتاعي في مكان خارجي واعمل له انكلود. انا المفروض بعمل انكلود ازاي في العادي؟ بعمل انكلود للحاجه ازاي الجافا سكريبت يعني عن طريق السكريبت. فانا هاجي عند السكريبت تاج اشوف هل السكريبت تاج بيتقبل مني ولا لا. تمام، جميل جدا، بيتقبل مني. التاجز عامه بتاعت ال HTML مش كيس سنسيتيف، فعادي ال HTML بتشتغل عادي. المشكله في الجافا سكريبت. هاجي بقى في ال HTML وهعمل انكلود ل الكود اللي انا عايز اعمله او الكود اللي انا عامله. تمام، مثلا نجرب نفتح كده ويب سايت بيسبتر. المفروض الويب سايت اللي هو بينكلود بيخليك تضيف كود وكده اهو، بيسبتر. نضيف احنا مثلا كود في الجافا سكريبت دي الجي اس دي، نمسح الكلام ده كله، نعمل alert document domain، وهنسمي الفايل gs.js. ماشي، ونسيف الفايل ده. نعمل كوبي هنا. ماشي، احنا هنعمل ايه؟ هنضيفه هنا كده. هناخد الكود. ماشي، تعالى ناخد البتاع دي هنا. تمام، احنا هنضيف الفايل بالشكل ده ونعمل gs.js، ده اسم الفايل اللي فيه الكود اللي احنا عايزين نشغله. ماشي، وده البيلود بتاعنا كلنا. ناخده كده كوبي ونضيفه هنا. المفروض هو كده اتضاف عادي ومعمول له ابر كيس، بس مش هيفرق معايا يعني. الحاجات دي كلها مش كيس سنسيتيف، المشكله في الجافا سكريبت زي ما قلنا. فهو المفروض الاكس سكريبت ده هيروح ينكلود الكود اللي موجود ده اللي احنا حاطينه جوه الجافا سكريبت فايل ده gs.js ويكسكيوته. ماشي، تعال نجرب نضيفه هنا في الويب سايت ونشوف هيحصل ايه. تمام، تعالى نفتح كده السورس كود ونشوف. بيقول لك ان في هنا unexpected identifier. انا عايز افتح البتاعه دي. بيقول لك ان في ايرور تقريبا في الايدنتيفاير بتاعنا في الجي اس فايل. تعالى نفتح الجي اس فايل طب كده ونشوف فيه ايه المشكله. هو فعلا عمل له كول اهو، بس لا تمام في مشكله. هقول لكم ايه. هو لما بيجي يكول الفايل بيكوله كده، بيعمل له كول كده gs.js، بس احنا حاطينه ايه؟ حاطينه لور كيس، يعني حاطينه باسم صغير، فاهم؟ حاطينه كده. فانت عندك حلين، يا اما تشيله خالص وتخليه اول ما يكول الفانكشن او اول ما يكول البراوزر اللينك بتاعك يديله الفايل، يا اما لو انت بقى عندك فايلز كتيره وعايز تحدد له فايل معين هتخليه ابر كيس. ماشي، تعال نجربها كده نخليها ابر كيس ونشوف. ونروح على الموقع تاني ونعمل ريلود.
فعلا عمل لنا اليرت باللوكال هوست اللي هو الدومين اللي احنا طالبينه. تمام. دي فكره الابر كيس وعدت عليا قبل كده، عشان كده كنت حابب ان انا اضيفها كفكره في اللابس. ماشي. دي كانت الفكره الرابعه. في فكره كمان، فكره الخامسه. تمام. في الفكره الخامسه، تعالى نجرب كده نفتح السورس كود، هنلاقيه ماشي بيضيف. تعالى نجرب نضيف زي ما قلنا الايمج مثلا، لقيتها اتضافت عادي. تعالى مثلا نجرب نعمل سورس. جميل جدا. اون ايرور، ما اتمسحش. اقول مثلا اليرت. تمام. كده البيلود بتاعي اتضاف عادي من غير اي مشاكل. نيجي نشغله، ما اشتغلش. الصوره اتحطت بس ما اشتغلش. طبعا قلنا بنبص على ايه؟ على الكونسول. هبدا ابص على الكونسول. تمام. سيبك من الايرور الاولاني. الايرور الاولاني ده بسبب ان هو بيحاول يفتش الصوره من المكان اللي اسمه اكس، بس هو مش بيلاقيه. احنا اهم حاجه عندنا التاني ده. بيقول لك ان في هنا ايرور، ان انت في سي اس بي اللي هي الكونتنت سكيورتي بوليسي. السي اس بي ده بيكون محطوط عشان يبريفنت اي اكس اس اس او جافا سكريبت بيلودز او جافا سكريبت كود عامه بيتحط او بيشتغل من مكان بره الموقع. طبعا على حسب الكونفيجريشن اللي هو بيضيفوها بتبقى قويه او مش قويه. ماشي. في تعالى كده نبص على الريكوست اللي بيروح. تعالى نبعت ريكوست تاني ونبص. ماشي. ده الريكوست اللي بيروح اهو، بيروح للموقع. ماشي. تعال نجرب نشوف الهيدرز. في عندنا المفروض هنلاقي هيدر اسمه سي اس بي اهو، هو ده السي اس بي، الكونتنت سكيورتي بوليسي. تمام. بتبدا تاخد السي اس بي ده وتفهم هو بيعمل ايه عشان تقدر توقفه. ماشي. في عندنا ويب سايت هيساعدنا جدا في الموضوع ده، اسمه سي اس بي ايفالويتور جوجل. هو بتاع جوجل، جوجل عاملاه. سي اس بي ايفالويتور بيساعدك في انك يعني تحدد هل السي اس بي بتاعك ده سكيور ولا لا. فاحنا بنفتحه كهانترز او سكيورتي ريسيرشرز عشان نبدا نشوف ايه الاقتراحات اللي ممكن يرشحها لك. تمام. انا لما اديته كده الحاجه اللي انا كاتبها، بقول والله ايه انك عندك الايمج السكريبت السورس بتاعها يبقى سيلف من الموقع نفسه ومش عارف ايه. فلقيته مثلا معلمني ان الحاجات دي كلها تمام، الايمج سكيور، الديفولت سكيور، الاوبجكت سكيور، وهكذا. بس لقيته معلم لي على السكريبت سورس ده ان فيه يلو يعني فيه مشكله. حتى لو بصيت هنا possible medium severity، يعني بيقول لك ان ممكن يبقى فيها حاجه. تمام. فانت تبدا تدوس عليها وتشوف هو بيقول لك هنا ايه. بيقول لك ان السيلف دي كان بي بروبليماتيك، يعني ممكن يعمل مشكله لو انت عندك جيسون بي، لو انت بتهوست جيسون بي فانكشن او فيتشر. تمام. الانجلر اور يوزر ابلود فايلز، اما هو لو الفايل اليوزر يقدر يرفع فايل، او لو انت عندك الانجلر موجوده، او الجيسون بي. تمام. تمام. احنا نبدا نبص. طبعا دي الثلاث حلول اللي عندنا، فاحنا نبدا نبص على الثلاث. انا ما عنديش اي فانكشن ابلود هنا. تمام. فالكيس دي مش موجوده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ما عنديش انجلر برضو، يعني انا انجلر مش موجوده في الويب سايت بتاعي. فاخر حاجه ببدا افكر فيها هي الجيسون بي. ببدا اسيرش عليها، هل هلاقي جيسون بي موجوده ولا لا. تمام. في الابلكيشن ده بعد سيرش مثلا، وليكن احنا وصلنا ان في اند بوينت اسمها اند بوينت فيها مثلا جيسون بي في الكول باك بالشكل ده كده. ماشي. طبعا انا مش عايز اسرق الداتا دي لان هي داتا مش مهمه بالنسبه لي. انا اللي عايز اعمله ان انا استخدمها عشان اعمل اكس اس اس. ازاي بقى؟ قلنا قبل كده الموضوع ده بس برضه نمشينه تاني. بعمل ايه؟ بضيف البيلود اللي انا عايزه، وليكن كلمه alert كده، واعمل كومنت للحاجه اللي بعديها. او زي ما قلنا بلاش كومنت، ممكن تعمل نيو لاين، تقفل اللاين وتعمل مثلا اكس كانه بفانكشن جديده يعني. لان زي ما قلنا دي بتعاملها على انها فانكشن جافا سكريبت. فهتديها اسم وخلاص، و الاليرت اللي انت المفروض عايزه. تمام. عشان ما يعملش سينتاكس ايرور، زي ما قلنا ان هو لو في سينتاكس ايرور هيعمل مشاكل. ناخد البيلود ده نفتحه، اللينك اسف. هو عمل فعلا هنا الاليرت اللي احنا عايزينه اهو، ويضاف لنا الاكس اللي عشان يعمل السينتاكس رايت بتاع الحاجات دي. ماشي. نيجي نفتح، ناخد الباث ده كله، ونيجي عند البيلود بتاعنا. مش ده، لا هنا. نيجي هنا ونضيف المفروض البيلود بتاعنا عن طريق السكريبت تاج. نقول له سكريبت هو هيضيفه عادي من غير مشاكل، ان هو طبعا حاطط سي اس بي فهو مش قلقان من اللي انت هتعمله. تمام. ونبدا نديله اللينك اللي المفروض احنا حاطينه في البيلود، اللي هو اللينك بتاعه المفروض جاي منه هو اهو. حطينا السكريبت و احنا تقريبا اكس اس فلترز في مشكله. في مشكلة هو ما كملش الحاجة، مش عارف ليه. في طيب
تمام. بصوا عشان حاطين كلمة اند فهو مش فاهمها او بيعملها على ان ده بارامتر جديد، فاحنا محتاجين نعمل لها يو ار ال انكودنج بس مش اكتر. اهي تعالى اوريكم قصدي ايه هنا. الاند دي هو بيعامل ان ده بارامتر جديد، فاهم الفكرة؟ فلازم نعمل لها يو ار ال انكودنج بالشكل ده كده 26 عشان يقدر يفهمها. تمام، فعلا هو فهمها واعتبره كلينك وراح ضايفها حتى جوه اللينك. تمام، بس لازم احطها له كشكل يو ار ال انكودنج. دي المفروض كده يشتغل، المفروض هو يروح ينكلود الكود، لان هو طبعا كده هيقبل الانكلود. ليه؟ لان هو من الموقع نفسه. لو جيت انكلود من موقع خارجي مش هيرضى برضه، هيديك نفس الايرور اللي ظهر لنا من شويه في السي اس بي. لو جينا شغلناه عمل اليرت فعلا لل للزيرو يعني. تمام، دي فكره اللاب الخامس اللي كان في دماغي. في عندنا لاب كمان اخير، فكرته الصراحه بحبها جدا. تعالى نجربه. بسم الله. نشوف فين راح فين. تمام. هنا بيضيف الكلام بتاعك جوه. تعال نجرب مثلا نجيب كلمة تانية. تمام، هو بيضيف الكلام بتاعك جوه شكل كده مع شبه زي ما نقول كده شبه ايه، شبه الجيسون. تمام، وممنوع انك تعمل حاجات كتير يعني. تعال نجرب مثلا نعمل كلوزنج، نقفل وبعد كده نقفل اللاين. آه صعب انك تكمل سنتكس، بس تعال نجرب نعملها كسنتكس كده. نعمل اي ايرور كده ونجرب نكلوز. تعال مثلا نخليها، تعال نخليها هنا عشان نجرب عليها قدام الناس. تعال نجربها هنا مثلا. ماشي، هو كده عايزين نخليه يتعامل مع انه على انه جافا سكريبت. ماشي، هقول له مثلا اعمل ايه، اوبننج، كده اعمل كده، بعد كده اقفل دي، وبعد كده اقفل اللي فوقيها، وبعد كده اعمل لي اليرت للزيرو، بعد كده اعمل الاتنين دول ويندو دوت تيست كده، وبعد كده جواها تاني قول له مثلا ان البيج كده. ماشي، ده مثلا شكل بيلود. تعال نجربه كده. هو المفروض يشتغل يعني، المفروض يشتغل لو على السنتكس اللي احنا لسه كاتبينه، المفروض ان هو صح وفاليد. ماشي، تعال نجرب كده نشوف هل هيشتغل ويعمل اليرت ولا لا. في حاجه زياده احنا ضايفينها هنا محتاجين نمسحها. في مشكله هنا. المشكله ان هو بيديليت الكيرلي براكتس، فانت مش هتعرف تخرج يعني. احنا هنا عرفنا نخرج بسبب ان في كيرلي براكتس، هو شالها بقى ما بيضيفهاش، فانت مش هتعرف تخرج من الاتنين دول. تمام، طب ايه بقى المشكله هنا؟ احنا نقدر نعدي حاجه زي دي ازاي؟ لو خدت بالك احنا مش نقدر نقفل مش هنقدر نقفل اللي هي الكيرلي براكتس دي، الاريز دي. فكده دي مشكله بالنسبه لنا، مش هنعرف نخرج منها. فمش هنعرف نعمل حاجه في سينتاكس فاليد، لان احنا لو ما عملناش حاجه فاليد زي ما قلنا هيدينا ايرور والكود مش هيشتغل. تمام. في حاجه بقى بنستخدمها هنا وهي الاوبريشنز في الجافا سكريبت. لو جيت تعمل مثلا، لو انت عندك سترينج كده، سترينج، وجيت عملت عليه اوبريشن وليكن زائد واحد مثلا وتست، المفروض تعالى كده مثلا نجربها في الكونسول نشوف ده هيطلع لنا ايه. لو جينا عملناها كده بيجمعهم مع بعض. ماشي، طب لو قلت له مثلا كده، لو رحت قايل له مثلا دوكيومنت كوكي بالشكل ده، او بلاش كوكي، خليها مثلا دومين. تعال نغيرها هنا. لو قلت له دوكيومنت دومين هيرجع لي ايه؟ تيست، وبعد كده راح جامع عليها لوكال هوست وبعد كده كلمه تيست تاني. يعني هو عمل اكسكيوت للكلام اللي بين الاوبريشنز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي فانكشن هكتبها بين اوبريشن مع سترينج هتعمل لها اكسكيوت. طبعا الاوبريشنز دي ايه؟ الماينس، البلس، مثلا عندك الضرب، الاند اللي هي باقي الاسم العلامه دي. فانت عندك كذا علامه مثلا، فاهم؟ الماينس، الجمع، الضرب، الاند، والعلامه بتاعت باقي الاسم. كل دول لو كتبتهم هيشتغلوا عادي. طب تعال نجرب الموضوع ده كده. لو انا مثلا عندي، طبعا احنا بنحاول نوصل للفكره دي عشان موجوده عندنا هنقابلنا دلوقتي. ممكن طبعا يبقى اوبريشن من ناحيه واحده، يعني مثلا ممكن تبقى كده، اقول له مثلا اليرت زيرو واعمل مثلا كومنت. مش شرط يبقى الاتنين فيها جمع من ناحيتين، اي اوبريشن عامه، فاهم؟ اي عمليه جمع بقى، طرح، اسم، ايا يكن. فاحنا هنجرب الموضوع ده او الفيتشر دي او الحاجه اللي بيستخدموها دي عشان نقدر نبايباس، او مش نبايباس، نعمل اليرت للموضوع ده من غير ما نقفل او نعمل سنتكس غلط. تمام، ماشي. نبدا نعمل سنجل كود، وبعد كده اقول له والله ايه، اعمل لي بلس او بلاش بلس، خلينا ماينس للاليرت
وبعد كده اعمل كومنت لاي حاجه بعدها. تمام، فده المفروض الشكل اللي هيطلع لنا. تعالى مثلا نحطه هنا ونشوف هل هو فاليد ولا لا. بالمعنى ده كده بالشكل ده، ده معناه ان هو فاليد. ليه؟ لان مفيش اي ايرورز ظهرت لنا فيه، لان ده جافا سكريبت. فلو كاتب فيه اي ايرور، يعني مثلا لو شايل دي كده، هيديك ان في هنا ايرورز. فاهم الفكره؟ عشان كده بوريها لكم هنا. فانا عامل كومنت لده، وعامل اليرت، والمفروض في ماينس اوبريشن هنا مع السترنج ده. المفروض نظريا كده ان ده يشتغل. تعالى مثلا نجرب كده نشغله، فعلا يشتغل. تعالى مثلا نخليه يعمله كونسول لوج. نفتح اللوج بتاعنا ونقول له اعمل لنا لوج. تمام، عمل فعلا اكسكيوت. طب تعالى نجرب حاجه مختلفه. نجرب مثلا بدل الماينس نجرب علامه الاند دي. ماشي، تعالى نجرب علامه الاند. بس طبعا زي ما قلت لك لازم نعمل لها يو ار ال انكودنج طالما نحطها في يو ار ال. ماشي، نجرب علامه الاند، فعلا اشتغلت وعمل لنا عمل لنا اكسكيوت. طبعا دي كلها اوبريشنز، يعني الحاجات دي كلها ليها علاقه بالماث والكلام ده، فهو بيتعامل معاها على انها اوبريشن وبيكسكيوت. فهنا دي فكره اللاب الاخيره دي الصراحه كان عجباني. كنت رشحتها لحد قبل كده، كان كاتب على تويتر يعني ان هو مش عارف يجيب اكس اس في مكان معين، وكانت نفس الفكره بالظبط. كان عنده الويندو كده تيست وبيحطها، والفاليو بتاعته تضاف في المكان ده، بس لما بيجي اكسكيوت مش بيعرف. تمام، بسبب ان التاج او الكيرلي براكتس دي ممنوعه، بتعمل لها ريبليس. تمام، فهو ما كانش عارف يعمل منها اي حاجه. فدي كانت المشكله عامه يعني. وكان برضو بيتمنع حاجات تانية زي في حاجات تانية كانت بتتمنع برضو غير الكيرلي براكتس دي. يعني الكيرلي براكتس، البراكتس العادية، علامة اللي هي دي علامة اللي اسمها الفيلمية دي، وهكذا. بس دي كانت فكرة اللابس عامة اللي موجودة هنا. في حاجة بقى أخيرة عايز أجربها كده. هو في لابات كتيرة جدا على بورت سواجر، يعني كتيرة بغباء، بس أنا عايز أوريكم منهم كام لاب كده. تمام، في لاب منهم أهو. آه تعالى كده نجربه. بسم الله. تمام، تعالى نجرب اللاب ده عشان في كده فكرة منتشرة او بتعدي كتير عليا وعلى ناس كتير، فمحتاج اوريها لكم. تمام، ماشي. ده تعالى نجرب الاول نشوف المكان فين اللي فيه البج بتاعتنا. مش تعالى نتأكد كده. في هنا بوست اهو فوق، في بوست بارامتر لازم نتستو برضو. تعالى نجرب نعمل فليكس. يقول لك انفاليد، فده معناه ان مينفعش نضيف فيه حاجه. فتعالى نجربهم هنا. نقول له فليكس مثلا زيرو جاك، واحط مثلا العلامات اللي انا اتفقنا عليها. والويب سايت ده هنضيف فيه جافا سكريبت اليرت زيرو، والايميل ده لا هنضيفه فاليد لان هو هيقول لي ان ده ايرور. ماشي، تعالى نجرب كده نبعت. يقول لك ان اليو ار ال كمان ايرور، فده معناه ان انت لازم تضيف يو ار ال صحيح يعني. تمام، ماشي. بوست كومنت، ماشي، الكومنت اتضاف. تعالى نرجع ونفتح. المفروض البوست بتاعنا اتضاف. تعالى نسيرش على الكلمه اللي احنا ضفناها، فليكس زيرو جاك. ماشي، اتضافت فين؟ المفروض في مكانين، مكان هنا ومكان هنا. تمام، المفروض هنا. تعالى نتست تاني نتأكد من الموضوع ده. بسم الله. طب تعالى نفتح كده تاني الصفحة الأساسية ونشوف. طبعا يبقى دي معناها ان هي ما فيهاش حاجة. يعني مثلا لو جيت عملت سيرش، هو هنا بيعمل يو ار ال انكودنج زي ما قلنا قبل كده، ودي خلاص بتكلوز الحاجة دي، الباج دي. وهنا برضو في يو ار ال انكودنج. لو خدت بالك هنا هو بيتشيك على بيتشيك على HTTP و HTTPS من الأول، فمش هينفع تمشي معاك. ده الريجكس اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده. ماشي، دي مش تنفع كده. تعال نفتح بقى الصفحة الأساسية طب كده ونجرب نشوف ممكن نوصل ليه في هذا الموضوع يعني. تعال نفتح ونجرب نضيف احنا بارامترز. يعني انت ممكن تضيف بارامترز. تعال نضيف مثلا فليكس زيرو جاك وجوه فليكس 1 مثلا. تعال نسيرش على فليكس 1، اتضاف فعلا. انت تعال نجرب. فليكس زيرو جاك كمان اتضاف. في ويب سايت كتير قوي لما بتضيف اي بارامترز بتضاف عادي في اللينك، في اللينك ده اللي هو اللينك تاج. تمام، بس بيبقى في مشكله هنا احيانا، لان انت لما بتيجي تضيف اي حاجه بعد كده ما بتظبطش معاك. تمام، تعال نجرب نكلوز. احنا هنا اشتغلت معانا طبعا لان هي في لاب اكس اس اس اصلا، فهنا اشتغلت معانا. نقدر المفروض خرجنا من التاج ده. تعال نجرب نضيف احنا حاجه ايمج مثلا. تمام، هي بتضاف بس فيها مشكله ان بيتعمل لها انكودنج. فهنا معناه ان احنا نقدر نخرج من الاتريبيوت اللي اسمه href، ونكتب احنا اتريبيوتس تانية. وزي ما قلنا قبل كده ان الاتريبيوت ده اللي هو اي حاجه مثلا جوه هنا كده. تمام، مثلا href ده اتريبيوت، السورس ده اتريبيوت، طبعا الاون
ايرورز والاون اي حاجه، دي اسمها ايفنت هاندلرز، دي حاجه تانية عشان بتكسكيوت اكس اس اس او جافا سكريبت. احنا هنا بنتكلم على الايفنت او على الاتريبيوتس نفسها. في عندك مثلا الستايل، في عندك مش عارف الكلاس، الاي دي، الكلام ده كله ده اسمهم اتريبيوتس. فعندنا هنا الاتريبيوت ده اسمه اتش ريف، وده برضو الريل ده اسمه اتريبيوت برضو. هو بيقفل او بيخرج من الاتريبيوت ده، بس مش بيعمل انكود لاي حاجه تانية، ماشي؟ فانت تقدر تخرج بس ما تقدرش تخرج من التاج، تقدر تخرج من الاتريبيوت نفسه، ماشي كده؟ اظن يكون واضحه. فاحنا عندنا في الحاله دي ممكن نبدا نضيف اتريبيوتس تانية. ففي اتريبيوتس او في حاجه مهمه جدا، لما يكون عندك انبوت التايب بتاعه هيدن، هيدن كده، او عندك، لا، او عندك تاج زي ده كده، اللينك تاج، اللينك وهو اتش ريف مثلا، تمام؟ المشكله في الاتنين دول ان انت مش بتشوفهم، يعني مش حاجه ملموسه في الموقع زي كده تقدر تدوس عليها او تعدي الماوس عليها، تمام؟ وما فيهاش ايرورز، يعني انت لما بتقول له اون ايرور ما فيهاش ايرورز. ولما تيجي تستخدم معاه مثلا تقول له والله اون ماوس اوفر، اون ماوس اوفر، ماوس اوفر دي المفروض معناها ان لما الماوس يعدي عليه، يعني مثلا لو هي تكست لما تقول له اون ماوس اوفر على مثلا كلمه بلوك دي اعمل اليرت، فلو الماوس عدى على كلمه بلوك هيعمل اليرت مثلا، فاهم قصدي؟ فالحاجات الايفنتس هاندلرز ما بتشتغلش مع الحاجات دي لانها هيدن، حاجات مش ظاهره، حاجات مش موجوده في الدوكيمنت او مش موجوده في البيج عشان تقدر تعمل معاها انتراكشن وتجي لك منها ريزلتس، فاهم؟ تقدر توصلها بالجافا سكريبت يعني. فحاجه زي دي تبقى رخمه قوي لما يكون في الاكس اس اس جواها. فبدنا نستخدم حاجه اسمها الاكسس كي. الاكسس كي ده بيكون عباره عن ايه؟ اتريبيوت اسمه اكسس كي، وبتديله حرف مثلا من الحروف، ماشي؟ تعالى ندي مثلا حرف اكس سمول، وتقول اون كليك اعمل اليرت مثلا زيرو، تمام؟ ده بيعمل ايه؟ طبعا هي بتبقى لو جدا، لو خالص الصراحه الاكس اس دي لو لقيتها، لان دي بتبقى شبه رخمه يعني، تمام؟ لانك محتاج تدوس على كومبو من الحروف، من الزراير، اسف، محتاج تدوس على الت زائد شيفت زائد اكس. طبعا الاكس ده الحرف اللي احنا ضفناه هنا، تمام؟ عشان يعتبر انك عملت كليك على الهيدن انبوت ده او على اللينك ده، لازم تدوس الايه، الحروف دي كلها مع بعض، او الكومبو ده كده مع بعضيه، الالت والشيفت والاكس، تمام؟ طب تعالى نجربها نضيفها هنا. طبعا ما تسالنيش ليه ولو هل ليها باي باس ولا لأ، هي لا هي كده، تمام؟ فعشان كده بقول لك دي بتبقى لو جدا لو لقيتها، ويعني بيستحسن انك ما تبعتهاش، بس في ويب سايتس بتقبلها عادي، تمام؟ بس انا لقيتها قبل كده في مكان يعني وما اتقبلتش مني، فبقيتش ابعتها الحقيقه. تمام، احنا محتاجين نغير الدبل كودز نخليها سنجل كودز، تمام؟ عشان هو ما بيقبلش مننا الدبل. جميل جدا كده، اتقبلت مننا، ماشي، جميل خالص جدا، مية مية، تمام. كده هي اتقبلت مننا. تعالى نرجع تاني سيكا، لا خلينا ماشي، هي كانت اتقبلت مننا عادي من غير اي مشاكل. تعالى نمسح دي، تمام. هي كده اتقبلت مننا واتضافت. البيلود بتاعنا المفروض الفاينل بيلود بتاعنا هو ده بالشكل ده كده، ده الفاينل بيلود بتاعنا. مش عايزين نعمل سبيس زي ما واخد بالك هنا، انا مش عامل اي سبيس، هي رايت سنتكس، السنتكس هيشتغل عادي، بس انا مش عامل سبيس ليه؟ عشان لو عملت سبيس بيعمل لها انكود يو ار ال، فهيبوظ لي السنتكس ساعتها ومش هيكسكيوت. ده شكل البيلود بتاعي هو جوه الكود اهو، انا مصوره، ده شكل البيلود. خرجت من الاتش ريف ده وضفت اكسس كي، البارامتر او الاتريبيوت اللي اسمه اكسس كي، وجواه حرف اكس مثلا، وبعد كده اون كليك لما يتداس عليه يعمل اليرت زيرو، ماشي؟ انا مثلا هنا على كروم، فكروم عشان اشغلها لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل الت شيفت اكس. شوف لما دوست الت شيفت اكس اشتغلت معايا، تمام؟ ممكن تختلف على في اماكن تانية، يعني مثلا لو انت مش شغال، لو انت شغال ويندوز بتعمل كده، لو انت مثلا شغال على لينكس ممكن تدوس على زراير تانية، لو انت على لينكس اسف على الماك هتشتغل حاجات مختلفة خالص. فدي مشكلتها ان انت لازم محتاج تخلي اليوزر يعمل كنت الت شيفت اكس، فاهم الفكره؟ فالموضوع بيبقى رخم شويه، فدي بقى مشكله، بس حبيت اوضحها لكم لانها عدت عليا كذا مره الصراحه، فلازم تاخد بالك من هذه الحاجه يعني. تمام، تعال نجرب لاب كمان بسرعه كده. بسم الله. طبعا في افكار كتيره من اللابس انا اوريدي قلتها، يعني انا خلاص عدت قلتها في الافكار اللي انا لسه عاملها، فمش هتكلم عنها تاني. عايزكم تجربوا بقى تحلوا وتشوف ايه المختلف او حاجه احنا ما قلناهاش، وتقولي مثلا انت ما قلتش الفكره دي، وساعتها هقول لك يعني، تمام؟ بسم الله. في نبدا نجرب مثلا نقول فلاج زيرو جاك زي ما كنا بنقول، وهبدا اسيرش على الكلمه اللي انا بضيفها، اتضافت فعلا اهي هنا، تمام؟ تعالى نجرب نحط الدبل وال والسنجل كود
تمام. الدبل كودز اتضافت المفروض يعني، والسنجل كود كمان اتضافت، بس في مشكلة. بسم الله اهي. هو بيعمل سكيب، لو واخد بالك هنا مش هتشتغل ان هو بيعمل سكيب. السكيب زي ما قلنا قبل كده، طب احنا مش محتاجين الدبل، احنا محتاجين السنجل كود اهو. هو بيعمل السنجل كود ايه، بيعمل لها بيعمل لها اسكيب. وقلنا الاسكيب قبل كده اللي هي بتتغاضى عن الحاجه، يعني تقول له خلاص، يعني نفض لها، اعتبرها ان هي سنجل كود عادي من غير ما تخرج من السيرش بتاعه، او من المكان اللي انا فيه دلوقتي، تمام، او من الفاريبل يعني. طب دي فكرتها ايه؟ تعالى نعمل كده. دي فكرتها ايه؟ ان انت جوه جافا سكريبت، وفي حاجه كده وانت جوه الجافا سكريبت. تعالى مثلا نخليها HTML. لو انا جوه الجافا سكريبت كده، ورحت مثلا عامل فاريبل سميته فليكس، او عملت مثلا جواه اي سترينج كده تيستنج، ماشي. لو انا ضفت جواه، طب لو انا مثلا انا قلت جوه جافا سكريبت وجوه فاريبل، لو جيت رحت جوه الفاريبل رحت حاطط الكلوزنج بتاعت السكريبت دي، هيحصل ايه؟ لو عملت كده مثلا ورحت مكمل بقى وعامل سكريبت تاني ومش عارف ايه كده بالشكل ده، قلت له alert زيرو، تمام. في بعض الاحيان في كيسز معينه هيتعمل لها هاندلنج، هيعتبر ان دي هي الكلوزنج بتاعت دي، تمام. و هيكسكيوت هيكسكيوت اللي هي اللي هي الاليرت اللي بعدها، او الفانكشن اللي بعدها، او السكريبت تاج اللي بعديها، تمام. طب هتقولي الموضوع ده ازاي؟ هقول لك سكر في الشاي. هي بتبقى في السنتكس بتاعت، او في المفهوم، او في طريقه الهاندلنج بتاعت ال HTML والجافا سكريبت وكده. فالحاجات اللي زي دي بتبقى هي يعني آه، اسمها ايه، بنحاول نستغل الافكار اللي زي كده عشان نقدر نوصل للمراد اللي احنا عايزينه. طب تعالى مثلا نجرب في الموقع اللي احنا بنشوف عليه دلوقتي. هقول له والله اعمل لي سكريبت، بس الكلوزنج، ناخد بالنا ان احنا عايزين نكتب الكلوزنج. وننزل تحت لقيته فعلا ايه، طالما لونت كده في السورس كود ده معناه ان هو فهمها. لو هو ما لونتش وكانت اتفضلت زي ما هي، فمعناه ان هو ما فهمهاش واعتبرها كسترينج يعني. فلو خد بالك هنا، هو هنا فهم ان دي كلوزنج بتاعت دي، حتى لو خد بالك ان هنا الايمج اللي بعدها اتعامل معاها على انها ايمج تاج عادي، وعمل لها سورس ومش عارف ايه وكده. فانا هبدا اضيف بعدها زي ما قلنا السكريبت بتاعي بالشكل ده. لو نزلنا تحت، هو انا هنا قلت له اعمل لي سكريبت، اقفل السكريبت تاج ده وافتح لي سكريبت تاج جديد، وحط لي فيه الاليرت او الكود اللي انا عايز اعمله، وبس كده، واقفله واعمل لي اكسكيوت. تعال نجرب نفتح البيلود ده او السورس كود البتاع ده، اشتغل معانا عادي من غير اي مشاكل. دي فكره اللاب ده كمان، وكانت صراحه حابب اوضحها يعني عشان لو عدت على حد. تمام. في برضه لابس كذا لاب على عند اسمهم ايه دول، عند بسم الله، في البورسواجر يعني، بيبقى معتمد على البروت فورسنج. لو مثلا انت تيجي تكتب ايمج تلاقي ان الايمج معمول لها بلوك، فانت هتعمل ايه؟ هتعمل بروت فورس على التاجز دي. هتجيب التاجز دي منين؟ بتجيبها من الويب سايت بتاع لا اقفل دي كده. الويب سايت بتاعهم هم، في ويب سايت اسمه، او صفحه هم عاملاها اسمها كروس سايت سكريبتنج او اكس اس تشيت شيت اهو. بتجيبه بالشكل ده كده، تقول له والله ايه انا محتاج تاجز، هقول له ايه كوبي تاجز. التاجز دي ايه؟ اللي هي التاجز اللي شبه دي كده. لو مثلا جيت عملت بيست هتلاقي فيه تاجز كتيره جدا. هو بيستخدم كام تاج؟ هم المفروض 156 تاج. بتعمل بيهم ايه؟ بتحطهم عندك في البيرب انترودر زي ما اتعلمنا قبل كده. انا عايزكم تجربوا الموضوع ده بجد يعني. تحطه في البيرب انترودر هنا في البيلودز مثلا، تعمل لهم بيست في المكان ده. وفي البوزيشنز مثلا تعلم على المكان البيلود بتاعك. لو انا مثلا حاطط ان البيلود بتاعي هنا بالشكل ده، فانا هعلم في المكان ده واقول له اعمل لي بروت فورس في الحته دي كده، ماشي. انا بس طبعا كاتب تيست بس عشان هو يعلم عليه. بقول له اعمل لي بروت فورس في المكان ده. لازم تاخد بالك ان يكون هي بينهم هما الاثنين، يعني مثلا تعمل كده وتعلم على الحرف مثلا كده. ما ينفعش تبقى واحده بس. لو واحده بس هو كده هيشيل الكلوزنج، واحنا عايزين نبقى موجوده عشان لو بيتشيك عليها، تمام. فانا بضيف اتنين كده، يا اما بحط حرف وبعلم عليه وبضيفها يعني، تمام. دي فكرتها في الانترودر. بتبدا تبروت فورس لحد ما تلاقي ريسبونس جاي لك زي ما عملنا قبل كده في التو فاكتور اوثنتيكيشن. جاي لك ريسبونس مثلا يقول لك ان دي الاود معاك، ماشي. نفس الفكره لو مثلا انت لقيت التاج اللي انت عايزه، وعايز بقى تشوف الايفنت هاندلرز، تاخد كوبي للايفنت هاندلرز وتجربها، تمام. نفس الفكره. هو بقى هنا حاطط لك مثلا كوبي بيلودز جاهزه، ممكن تجربها برضو بروت فورسنج. بس انا بصراحه مش بحب اجرب بيلودز جاهزه، بس عادي ممكن تجرب لو انت خلاص يعني غلب حمارك زي ما بيقولوا. تجرب البيلود اللي هو حاططها اوريدي وتشوف مين فيهم هيرفلكت معاك في الموقع كامل ويشتغل، تمام.
بس دي فكره لاب من اللابات يعني اللي المفروض موجوده في او ممكن تكون كذا لاب كمان موجود في البورت سواجر يعني. تمام. في ايه تاني ممكن نبص عليه؟ في فكره جميله جدا الصراحه، عايز ابقى اوضحها في حته التاجز يعني، او في حته الاكس اس اس، انك ممكن توصل بيها لحاجه اعلى من انك مجرد اكس اس اس يعني. تعالى مثلا في حاجه كمان عايز اوريها لكم بالمره، سريعه سريعه سريعه. تمام، هي دي، وبعد كده هنشوف الفكره اللي قلت لكم عليها دلوقتي، لانها الصراحه جميله جدا وبتعلي الامباكت شويه بتاعها، والويب سايت ممكن يقبلها منك على الامباكت العالي ده. تعالى مثلا نجرب المكان ده، نشوف بيقول لنا ايه. نجرب نسيرش على فليكس زيرو جاك ونشوف البيلود او البتاع ده ايه ده، هو فتحت صفحه جديده ليه؟ مش فاهم. عشان دوست كنترول. ماشي، نفتح السورس كود ونسيرش على فليكس زيرو جاك. هنا لقيت ان هي محطوطه في المكان هنا، بس دي معمول لها ايه؟ انكودنج. فابدا اشوف الاماكن التانية، هي اتضافت في مكانين، مكان هنا ومكان هنا. لو خدت بالك من المكان التاني ده، ان هي خرجت من الفاليو اتريبيوت، يعني انا خرجت من الاتريبيوت اللي اسمه فاليو. فابدا اعمل ايه بقى؟ زي ما قلنا، ابدا اكتب اتريبيوتس تانية او الايفنت هاندلرز بقى. في الحاله دي انا محتاج اكتب ايفنت هاندلر. ليه؟ لان الانبوت ده تكست، فهيبقى ظاهر في الموقع، وده الانبوت بتاع ايه؟ بتاع السيرش اللي انا بجرب فيه دلوقتي ده. فعايز اكتب ايفنت هاندلر، بحيث لو حد جه يتعامل مع الايفنتس مع السيرش ده يتعمل فيه اكس اس اس. ماشي. فانا هجرب، هقول له والله انا كده هخرج من الفاليو ده. ماشي. وعايز اجرب مثلا حاجه شبه الاون. هو في ايه؟ اهو الاون ماوس اوفر كده. هقول له لو حد جه يخرج او حد جه يحرك الماوس على السيرش، اعمل اليرت. ماشي، او اكسكيوت الحاجه اللي انا كاتبها دي. طبعا انا هعمل في الاول سنجل كود عشان مثلا نعملها عشان اخرج من المكان اللي انا فيه اصلا، اللي هي الفاليو اتريبيوت ده. وبعد كده هضيف البيلود بتاعي اللي هو الاون، اسف، الاون الايفنت هاندلر بتاعي. وبعد كده هحط البيلود، ومش هحط في الاخر ايه البتاعه دي تاني اللي هي الدبل كوت. ليه؟ لان اوريدي هيبقى في واحده اصلا موجوده اللي انا خرجت منها، عشان بس اخلي السنتكس صح. تمام. تعال نضيفها ونشوف هيحصل ايه. نسيرش على كلمه فليكس زيرو جاك. تمام، اتضافت فعلا اهي الاون ماوس اوفر، وفي اليرت، والسنتكس شغال 100 100. تعال نجرب كده، نفتح البيلود. المفروض من اول ما اعدي على البتاع السيرش ده يعمل اليرت فعلا. اول ما عديت بالماوس على السيرش عمل اليرت للزيرو. تمام، هي دي فكره عامه. في فكره كمان بقى اخيره، والصراحه فكره كويسه جدا يعني، ومنتشر مش يعني عامه هي فكره زي ما قلت لكم، ان انت تقدر تعمل رايدنج، اللي هي السيشن رايدنج. لو انت معاك سيشن، تقدر تخلي تعمل اكشنز على اليوزر بالسيشن دي، بالسيشن اللي هو بتاعته هو، عن طريق الاكس اس. يعني من الاخر بتحول الاكس اس لسي اس ار اف. تمام. تعال نجرب كده، نعمل لها بيلود ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. اول حاجه محتاجين نعرف المكان اللي فيه الاكس اس بتاعتنا. فنجرب هنا مثلا في المكان ده فليكس زيرو جاك كده، ونجرب نشوف الدنيا هتمشي ازاي. بسم الله. نجرب. طبعا الايميلز هنا خلاص ما فيهاش، والاتش تي بي لان هو بتشيك عليها باترنز بريجكس يعني. نسيرش، نحط البيلوز بتاعتنا كده ونجرب نرجع ونعمل سورس ونشوف في ايه عندنا. نسيرش على كلمة فليكس زيرو جاك ونشوف هنا محطوطة بس معمول لها يو ار ال انكودنج، وهنا محطوطة بس من غير ما يعمل لها يو ار ال انكودنج. طب دي انهي واحدة؟ تعالى نتأكد كده. دي كانت مش فاكر. دي كانت ايه؟ دي اللي موجودة جنب النيم تقريبا. تعالى ننزل كده تحت ونتأكد. يبقى هو هنا الكومنت نفسه هو اللي فيه الايشو. تمام، الكومنت نفسه اهو. فانا لو جيت ضفت بيلود هنا، المفروض هيتنفذ على اي حد هيفتح الصفحه. تمام. فانا هنا مثلا محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج نفكر في الموضوع ده شويه. انا معايا اكس اس اس في المكان ده. ماشي. تعال نجرب. احنا طبعا هنضيفها بالسكريبت تاج. انا بصراحه في الحاجات اللي زي دي بحب اضيف السكريبت تاج، لان السكريبت تاج بيخليني انكلود زي ما قلنا كود من بره، مثلا الويب سايت بتاعه، وبعد كده جي اس دوت جي اس. ماشي. تعالى نفتح الويب سايت زي ما كنا لسه فاتحينه، ولا هو اصلا مفتوح؟ هو موجود اصلا. ماشي. ناخده كوبي كده، ناخد كوبي ونضيفه هنا. ماشي. ليه انا بحب اعمل كده؟ لان في الكيس بتاعتنا دي هنكتب كود جافا سكريبت كتير شويه. تمام. فيمكن يكون الكومنتس ليه لينس معين مش عارف ايه. فانت الاسهل بالنسبه لك انك تكتب الكود بتاعك بره في مكان خارجي، وبعد كده تعمل له انكلود عن طريق الجافا سكريبت، السكريبت اسف تاج. ماشي. نجرب كده، نقفل دول ونحولها جافا سكريبت عشان نخلي السنتك صح، ونجرب نكتب
جافا سكريبت بيلوز. اول حاجه هنعملها ايه؟ احنا عايزين نعمل ريكوست. طبعا هو عندنا في سي اس ار اف توكنز. تعالى مثلا اول نجرب نشوف الفانكشن اللي احنا عايزين نسيميوليتها، نعملها سيميوليشن او نعمل زيها يعني. ماشي، فاحنا عايزين نسرق الاكونت بتاع اليوزر. تعالى اول نلوجن ونشوف الفانكشن شغاله ازاي. انا هنا اتاكر عادي جدا، بلوجن في الموقع عشان افهم الفانكشن بتاعه اللي تشينج ايميل شغاله ازاي. ماشي، هروح على البرب بتاعتي. تعالى نعمل لها كبر الخط سيكا او سكتين. ماشي، نجرب نبعت ريكوست مثلا كده، هابديت. لقيت ان في فانكشن اسمها ابديت اهي، هبعت تاني، هي دي تمام. الفانكشن الابديت دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها السي اس ار اف توكن، وبيكون فيها الايميل بتاع الشخص ده، والفانكشن دي بتبعت ريكوست على المكان ده. تمام. انا محتاج دلوقتي اعمل ايه؟ محتاج انا طبعا بكتب جافا سكريبت ده جوه الموقع. ماشي، فبحتاج اكريت اول حاجه الريكوست. بما ان هو كده كده فيه توكن، انا محتاج ابعت ريكوست عشان اسرق التوكن ده. فانا هبعت الريكوست ده لفين؟ تعالى نفتح هو بتاع راحت فين اهي. هبعت الريكوست ده في الصفحه دي، صفحه الايه، الماي اكونت، الصفحه اللي انا فيها دي. ماشي، التوكن بيتشال فين اهو؟ فين سي اس ار اف سي اهو، بيتحط هنا اهو. ده السي اس ار اف توكن بيتشال في الانبوت ده. انا عايز اسرقه من الانبوت ده وبعد كده استخدمه. ماشي، فانا هعمل ايه؟ هعمل بشكل بسيط جدا، هعمل ريكوست ب، احنا مش عارف هي دي مالها رخمه معانا ليه كده اهو. هعمل نيو اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست. طبعا ده اللي احنا كنا استخدمناه قبل كده عشان نبعت ريكوستات. ماشي، بنعمل، هقول له والله الريكوست ده لما يتعمل له لود، اون لود. فاكرين انتوا الاون لود اللي قلنا عليها قبل كده؟ او بلاش اون لود، قلنا قبل كده الاون ستيت، اون ريدي ستيت، اون ريدي ستيت تشينج اهي مكتوبه اهي. تمام، بديله ايه في الحته دي؟ بديله فانكشن، بقول له مثلا ايه، تشينج ايميل. ماشي، لما يديله الفانكشن دي تشينج الايميل، لما يجي له ريكوست او لما ابعت الريكوست ويجي لي رد من الريكوست اللي هبعته دلوقتي، يتشينج ايه، يكون فانكشن اسمها تشينج ايميل، دي لسه هنعملها دلوقتي. ماشي، بعد كده بعمل ايه؟ بقول له والله اعمل لي اوبن ريكوست. الريكوست ده هيبقى جيت ريكوست، وبعد كده ابعت لي ريكوست على المكان ده. المكان ده، طب هتقولي ليه ما كتبتش اللينك؟ هقول لك لان انا اوريدي موجود جوه الموقع. يعني انا الكود اللي هحطه ده هيبقى جوه الموقع نفسه، فاهم الفكره؟ فمش محتاج اكتب اللينك. تمام، فانا بما ان انا جوه الموقع اصلا الكود بتاعي، فمش محتاج اكتب اللينك كله، انا بس بكتب المكان او الباث اللي انا عايز ابعت عليه الريكوست على طول. تمام، اتمنى يكون الموضوع ده واضح ومش رخم يعني. تمام، بعمل بس هنا بفعل الترو هنا زي ما قلنا قبل كده. الترو دي يعني بيقول له ما تعملش حاجه الا لما يجي لك ريكوست. لو بقت فول هي باي ديفولت بتبقى فولس. تمام، فبيكسكيوت بعد ما يبعت على طول. فاحنا محتاجين نخليه يستنى لغايه ما يجي له ريكوست بس. تمام، وبعد كده بنبعت ريكوست. اخر حاجه بنقول له سند الريكوست بتاعنا. ماشي، دي هتبعت ريكوست للمكان ده. طب انا عايز ايه من المكان ده؟ زي ما قلنا عايز اسرق منه التوكن، السي اس ار اف توكن. ماشي، فانا هروح هنا، تعالى نعمل بقى الفانكشن اللي اسمها تشينج ايميل اهي كده. هقول له تشينج ايميل دي عباره عن ايه؟ هيبقى فيها فاريبل هسميه التوكن، ده السي اس ار اف توكن اللي انا عايزه. السي اس ار اف توكن ده بيجي منين؟ من الريسبونس. فلما اجي اعمل له، عايز اجيب الريسبونس بتاع الريكوست ده، هجيبه ازاي؟ هقول له this dot response text. الريسبونس تكست اللي هو بيجي منين؟ من دي، من الريكوست ده، اللي هو الريسبونس اللي هيجي لي من الريكوست ده. بما ان انا طبعا انا عملت this لان انا هنا عملت رابطها برابط الفانكشن دي بالريكوست ده عن طريق الاون ستيت. فلما اقول له this هنا هتشاور على الريكوست ده، الريكوست اللي احنا عاملينه اللي هو ده. فالريكوست فاريبل ده بيشير لايه؟ لكل الريكوست نفسه، مش بس مجرد الفاريبل بس، بيشير للريكوست نفسه عامه. تمام، اتمنى يكون الحته دي واضحه يعني. فدي حاجه ليها علاقه باللوبي اكتر، فلو مش فاهمها قوي خلاص يعني حاول بس تفهم بشكل نظري عباره عن ايه. هقول له هات لي الريسبونس بالتكست ده. طب انا عايز الريسبونس ده عايز منه ايه؟ هقول له ماتش. ماتش دي اللي هو هات لي الحاجه اللي بتساوي الكلام اللي هديهولك ده. الماتش دي عباره عن ايه؟ بديله هنا ريجكس. طبعا احنا اتكلمنا عن الريجكس قبل كده، فاتمنى يكون الموضوع مش صعب يعني. الريجكس هقول له انا عايز ايه؟ في هنا حاجه، طبعا انا ممكن اخد الكلام ده كله، لا بس انا عايز الحاجه المميزه. المميزه هنا النيم. هتلاقي في، هل في نيم تاني اسمه سي اس ار اف؟ لا، هتلاقي حتى لو عملت سيرش هتلاقي ده الوحيد اللي اسمه نيم سي اس ار اف. هقول له ايه؟ انا عايز النيم سي اس ار اف ده والفاليو. فانا هاخدها كده كوبي الحته دي كلها كده بالفاليو دي. ماشي، واحطها في الريجكس بتاعي. بس هعمل ايه؟ هديليت السي اس ار اف توكن ده، واقول له، وادي له جروب، واقول له هات لي هنا. طبعا احنا فاكرين الدبليو دي عباره عن ايه؟
any characters، الكاركترز كلها، مش اسف مش any character، كل الكاركترز اللي هي الالفابيتك، اسف الالفابيتك والاندرسكور. فالكود بتاعنا او اللي هو سي اس ار اف توكن يعني اللي هو بيعملوه بيبقى الفابيتك، حروف وارقام. فانا عايز الحروف والارقام اللي هتلاقيها جوه كلمه الفاليو دي. عايز اوريها لكم بشكل اوضح سيكا. تمام، هو هنا اهي، اتمنى يكون كان الموضوع اوضح. بقول له اعمل ماتش على كلمه نيم سي اس ار اف فاليو مش عارف ايه الكلام ده كله لغايه هنا، لغايه ما يجي عند الجزئيه دي. اول ما يجي هنا اقول له هات لي هنا ايه اي حاجه، انا ما اعرفش الفاليو اللي هنا ايه، بس هات لي اي حاجه تلاقيها هنا. تمام، اتمنى يكون الحته دي واضحه. بعد كده ايه المفروض ده بيبقى الاوتبوت بتاعها بيبقى زي اري كده. ماشي، طب تعالى نجرب الكلام ده كله في في الكونسول. طبعا انا في العادي بعمل كده، بجرب الكلام ده في الكونسول. ماشي، باجي في الكونسول هنا بقول له والله شغل لي الكود ده، وهعمل انا فانكشن اسمها تشينج. هناخدها كوبي اسهل كده. ماشي، وعايزك في الاخر ترجع لي console.log التوكن اللي هيجي لك ده. ماشي، طبعا هو حصل مشكله في الماتش دوت تكست، بيقول لك ان مفيش حاجه cannot read property match of undefined change email. هنا في مشكله. طب تعالى نجرب نمسح مثلا الشكل ده ونخليهاش كده كده. تمام، كان المفروض ما نحطلهاش فوق هنا علامه اللي هي القوسين يعني، لان هو كان انت بتعرفها. تمام، احنا كده اللي عملناه هنا ايه، ان هو فعلا عمل ريكوست اهو، وراح طابع لنا اللي هو رجعه. اللي رجعه ايه؟ رجع البتاعه كلها اهي مع الكلام اللي احنا عايزينه اللي هو ده. ماشي، طب انا عايزه يرجع لي الجزء ده بس، الحته دي بس. هعمل ايه؟ تعالى مثلا نجرب نقول له مثلا هات واحد. فعلا راح مرجع لي الجزء اللي انا عايزه. تمام، طب تعالى مثلا نميك شور تاني، اقول له مثلا رجع لي الزيرو. شوف هيرجع لي ايه في الزيرو، طبعا بانها اري. ماشي، رجع لي الفاليو كلها. انا مش محتاج الفاليو كلها، هو بيقسمها لي لاتنين. تعالى مثلا نرجع كده تاني لفوق. بيقسمها ليه الاتنين، لان هو المفروض بيتعامل معاها هنا اهو على ان ده الماتش كله. ماشي، والرقم واحد الاري اللي هي المفروض رقم اتنين في الاري اللي هو رقم واحد بالنسبه لنا احنا، ان هو بيعد من زيرو. الفاليو اللي المفروض كانت هنا، اللي المفروض في المكان ده، فانا عايز الفاليو اللي هنا دي، فهقول له هات لي رقم واحد. تمام، دي حاجه ليها علاقه بالكودينج اكتر، فان شاء الله الموضوع لو حاسس رخم او مش فاهمه لما تبقى تدوس في الكودينج اكتر الموضوع هيبقى بسيط جدا. تمام، وانا عملت ايه؟ عملت له زي برنت كده. ماشي، عملت كونسول لوج اللي هي برنت. انا مش عايز اعمل برنت بقى، هاخد نفس الكود ده بس مش هعمل برنت كده. انا عارف ان دي هترجع لي السي اس ار اف توكن صح. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح ابعت ريكوست للاند بوينت اللي هي بتتشنج الايميل ده دي كده، وهديها الفاليوز اللي هي عايزاها. تمام، الموضوع كده بسيط. هعمل فاريبل تاني هقول له تشينج مثلا، هسميه تشينج، واقول له نيو اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست كده، وهقول له تشينج دوت اوبن. هبعت بوست ريكوست فين؟ هبعته على المكان ده. طبعا هديله ترو عشان ما يعملش اي حاجه لغايه ما يجي له ريسبونس. وهقول له اللي تشينج سند البادي يعني اللي هتبعته اللي هو ده البادي. ماشي، فانا هاخده كوبي من هنا كده. بس طبعا انا التوكن ده هغيره، هحط هنا هقول له بلس توكن، هيضيف هنا بقى التوكن اللي انت جبته هيضيفه مع السي اس ار اف توكن اللي هنا ده في الريكوست. والايميل اللي انا عايز اغيره هخليه مثلا attacker.com. ماشي، المفروض ده كده بشكل بسيط البيلود ده يشغل لنا. اول حاجه هيعمل ايه؟ هيبعت ريكوست للماي اكونت، وبعد كده اول ما يجي له ريسبونس هيوديه على التشينج ايميل فانكشن. فالتشينج ايميل فانكشن دي هتاخد منه التوكن زي ما قلنا عن طريق الريجكس اللي هو شغال ده. وبعد كده هيقول له ابعت ريكوست تاني يتشنج لي الايميل عن طريق البوست ريكوست على ماي اكونت داش تشينج ايميل اللي هو الاند بوينت اللي احنا لسه شايفينها هنا دي. وخد البيلودز اللي انت عايزها، اسف خد البارامترز اللي انت عايزها. وعايز اتنين بارامتر، الايميل والسي اس ار اف. السي اس ار اف توكن ده احنا سرقناه خلاص، والايميل اللي احنا عايزينه اهو gmail.com ده الايميل اللي احنا عايزينه. ناخده بقى كوبي الحاجات دي كلها، ناخدها كده كوبي وهنضيفها في البيلود او في المكان اللي المفروض قلنا ان احنا هنضيف في البيلود بتاعنا. مثلا خليه هنا في السي اس ار اف دي، خلينا نضيفه مثلا في السي اس ار اف. هنا عندنا في واحد اسمه سي اس ار اف دوت جي اس. هضيف البيلود بتاعي هنا، مش شرط في نفس الموقع على فكره، انت ممكن تضيفه في اي موقع بيهوست لك الكود بتاعك. فانا هضيف البيلود بتاعي هنا وهعمل له سيف، وهاخد اسم الملف اضيفه جوه البيلود الاكس اس اس اللي انا هضيفه في الموقع هنا كده. ماشي، هاخد الموضوع ده كده، هاخده كات كل الكلام ده، واروح على
الموقع هنا واسمي الله بقى ونشوف هنا الويب سايت او البتاع عندنا اهي اسمه test@gmail. تمام. تعالى بقى نروح على المكان اللي فيه البج هنا ونضيف البيلود بتاعنا. تعالى مثلا نعلمه نقول له مثلا ايه XSS CSRF ونضيف هنا اي حاجة مش تفرق. ماشي كده. بسم الله. هنضيف بقى البيلود بتاعنا. المفروض البيلود ده هيعمل ايه؟ هيروح ينكلود الكود اللي احنا حاطينه الجافا سكريبت ده عشان يبعت الريكوست بقى ويكسكيوت. فانا المفروض هعمله بوست كده. بيقول لك في invalid CSRF token، اكيد في غلطة. هنرجع تاني ونضيف البيلود من تاني XSS وهنضيف البتاع هنا ونرجع دي. بسم الله. نبقى احط البوست بتاع البوست اللي احنا فيه البيلود بتاعنا. ماشي كده. احنا ضفنا البوست بتاعنا. الايرور اللي جالنا دي ملوش علاقه بينا احنا، هو بس عشان الصفحه كانت محتاجه تلود من تاني. هشغل بقى الانترسبت عشان اشوف الريكوستات وهي ماشيه تمام. هرجع للصفحه اللي فيها الايرور اللي فيها البيلود اسف ونشوف هيحصل ايه. المفروض هو هيلود الصفحه كده، ده بيبعت ريكوست للصفحه. ماشي. بسم الله. اهو في حصل ريكوست للصفحه اللي اسمها ماي اكونت دي، اول ريكوست اهو هبعته. حصل ايه تاني؟ لقيته راح باعت ريكوست تاني بعدها للتشينج ايميل بالاتاكر اكونت والسي اس ار اف توكن اللي هو جابه من الريكوست اللي فات. فاهم الفكره؟ كل ده من الكود اللي احنا حاطينه. تمام. بعد كده راح هو في جيت ريكوست تاني، مش مهم بقى بالنسبه لنا الكلام ده كله. تمام. اللي حصل هنا هو طبعا هنا مفيش اي حاجه ظاهره، يعني هو مفيش اي حاجه هنا ظاهره. تمام. نروح بقى على المكان بتاعنا اللي هو ده ونريلود. اللي حصل ايه؟ ان انا قدرت اغير الايميل بتاع اليوزر اللوجد ان دلوقتي. فاي حد بانها ستورد، اي حد هيفيزت الصفحه بتاعتي دي دلوقتي هيحصل له ايه؟ هيتعمل عليه الاتاك اللي احنا عاملينه وهيروح يريكوست الصفحه وياخد منه التوكن وبعد كده يغير الاكونت بتاعه. بس كده. دي فكره اللاب الصراحه وجميله جدا. انا عامه انا ما رضيتش اكتب لها انا حاجه جاهزه بنفسي يعني بما انها اوريدي موجوده وفكره كويسه. فممكن تخليها مرجع ليك. اللاب عامه هو اسمه كده، اسمه Explain Access to CSRF. ممكن تخليه مرجع ليك هو والفيديو ده بحيث لو ناسي البيلود بيتكتب ازاي او كده تبص على الفيديو وتفتكر الكلام ده كله. تمام. بس كده. اتمنى يكون الموضوع مفيد يعني، وشكرا.